السلام عليكم حبايبي طلاب تالتة ثانوي، اهلا بيكم يا دكاترة. معاكم دكتور علاء فضالي. النهارده ان شاء الله هنحل اهم اسئلة الدرس الرابع عند حضرتك، وهو درس الكارتلج والجوينت والليجامنت والتندونز. زي ما احنا متعودين سمي الله وابدأ معايا حضرتك بدعاء المذاكرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، انك سبحانك على كل شيء قدير. بسم الله. أول سؤال عند حضرتك يا دكتور بيقول لك إيه يا فندم؟ بيقول لك which of the following bones start with wide movement synovial joint and end with limited movement synovial joint. الراجل جايب لي هنا 4 بونز حضرتك وبيسألني مين فيهم يا دكتور اللي الستارت أو البداية بتاعته هتبقى wide synovial joint والنهاية بتاعته حضرتك هتبقى limited movement synovial joint. طيب تعالى نعدي عليهم واحدة واحدة كده. بس أقول يا دكتور أنا بدور هنا على بون، أدي البون عند حضرتك بدايتها هنا يا فندم وايد ونهايتها تحت هنا يا دكتور ليميتد، صح؟ ده كده اللي أنا بدور عليه. جميل جدا. تعالى بقى يا دكتور نبص. الراجل بيقول لي أول حاجة عندك التيبيا. تعالى كده يا فندم نبص على التيبيا. أدي البون بتاعت حضرتك اللي هي التيبيا. عظمة التيبيا دي موجودة في التشانك في قصبة الرجل، صح؟ يعني من فوق في الني جوينت، مظبوط، والني جوينت ده ليميتد. من تحت حضرتك عندي هنا يا فندم الانكل جوينت، والانكل جوينت عند حضرتك ليميتد. وانت قلت لي انا عايز حاجه البدايه وايت والنهايه ليميتد، يبقى التيبيا ما تنفعش. اروح بعد كده حضرتك لعظمه الهيومرس. لما اجي ابص يا دكتور على الهيومرس من فوق، الهيومرس من فوق فيها الشولدر جوينت، الكتف. ادي عظمه الهيومرس وده الكتف. الكتف عند حضرتك بيصنف على انه وايت. من تحت هنا يا فندم الالبو جوينت. الالبو جوينت عندك يا دكتور بيصنف يا دكتور على انه ليميتد. يبقى خلي بالك اللي انت بتتكلم عليه ده البدايه وايد والنهايه ليميتد، وده اللي انت عايزه، يبقى تنفع الهيومرس معاك يا دكتور. الريديوس والالنا الاثنين نفس الحاجه، لان الاثنين موجودين في منطقه الفور ارم او اللور ارم عند حضرتك هنا. بدايتهم الالبو جوينت وده ليميتد، ونهايتهم تحت حضرتك الريست وده كمان ليميتد. انت عايز حاجه بدايتها وايد ونهايتها ليميتد، يبقى الريديوس ما تنفعش والالنا ما تنفعش. واصلا في جسمك اللي بالمواصفات دي البدايه وايد، البدايه عند حضرتك وايد والنهايه ليميتد، هم عظمتين. مين هم العظمتين؟ قال لي عظمه الهيومرس في ايدك وعظمه الفيومر يا دكتور في رجلك. كويس كده، ممتاز. السؤال اللي بعده يا فندم عند حضرتك بيقول ايه يا دكتور؟ السؤال اللي بعده بيقول لي some bones are fused at fibrous joint by bony tissue. شويه حضرتك من العظم يا فندم بيحصل لها فيوجن عند الفايبرس جوينت بوني تيشو. انا عارف الكلام ده لان الفايبرس جوينت بيكون فيها فايبرس تيشو، وباي ايجنج حضرتك الفايبرس تيشو بتتحول لبوني تيشو. This indicates ان النمبر اوف بونز ان newborn baby عند الولد اللي لسه مولود دلوقتي يا دكتور، عدد العظم عنده كام؟ عدد العظم مور ذان 206. ليه؟ لان اصلا توتال عدد العظم عند الشخص الادلت يا فندم هو 206. فانت عند الشخص الادلت 206. طب عند البيبي اللي لسه مولود بيكون العظم بتاعه لسه ما اتلحمش يا فندم، فساعتها بنقول اكتر من 206 عظمه. مش عليكم مكان بالظبط، 296 مش عليك الرقم، يعرف بس ان هم اكتر من 206 عظمه. ماشي. The limit of the joint movement determined by presence of ايه؟ الراجل بيقول لي اللي بيحدد الليميتيشن حضرتك او الحدود اللي بتحصل في حركه المفصل، مين اللي بيتحكم او مين اللي بيعمل ديترماين للموفمنت دايركشن حضرتك؟ قال اللي بيعمل كده يا دكتور هو الليجامنت. طيب The ability of ballet players to perform excellent for long periods. الراجل بيقول لي حضرتك قدره لاعبي الباليه. الباليه حضرتك قدره اللاعبين بتوع الباليه ان هم يعملوا اداء بشكل عظيم. ده يا فندم for long periods ده بيعتمد على ايه؟ increase of muscle elasticity ولا increase الأكيلس tendon strength ولا increase الساكنس of cartilage ولا increase الساينوفيال fluid؟ هقول له طبعا يا دكتور لاعبي الباليه اللي بيخليهم ياخدوا الاداء بتاعهم بشكل عالي جدا ولمده فترات طويله هو ان الاكيلس تندون عندهم، لان دايما لاعب الباليه او لاعبه الباليه بيبقى واقف على طراطيف صوابعه. اللي واقف على طراطيف صوابعه ده حضرتك دايما الاكيلس تندون مشدود ودايما حركته على اطراف صوابعه، فدايما الجاستروكنيميوس ماسل عامله كونتراكشن لفوق وشاده معاها الاكيلس تندون، فلازم الاسترنس بتاع الاكيلس تندون يكون عالي جدا عشان لاعب الباليه يا دكتور او لاعبه الباليه تقدر انها تأدي باداء رائع لفترات طويله. عظيم جدا. السؤال اللي بعده عند حضرتك بيقول لي the ability of gymnasts movement in different direction. بص بقى ركز هنا. الراجل بيقول لي حركة الجيمناستس اللي هي الناس بتوع اللياقة اللي بتحصل في different direction. فكرة الدايركشن دي حضرتك مين اللي بيتحكم فيها يا دكتور؟ اللي بيتحكم فيها هي الليجامنتس. فانت بتقول لي ان الناس بتاعت الجيمناستكس تقدر تعمل الموفمنت بتاعتها في different direction او اتجاهات مختلفة
due to ايه؟ نتيجه لايه؟ increase الماسل الاستيستي ولا increase الليجمنت الاستيستي ولا التندون ولا synovial fluid؟ هقول لك حضرتك الليجمنت، لان انت اتكلمت على الدايركشن اوف موفمنت، والمسؤول عن الدايركشن اوف موفمنت يا دكتور هو مين؟ قال لي هو الليجمنت. طيب سؤال نمبر 6 بيقول لي tendons are similar with ligament in all of the following except، وخلي بالك من سؤال except. سؤال except لما بيجي لي بعكسه، الراجل بيقول لي التندونز are similar with ligament، زي الليجمنت في كل اللي جاي ما عدا ايه؟ انا هدور على الحاجه اللي الاثنين مش زي بعض فيها، الليجمنت والتندون. that the tendons are، التندون ايه؟ strong and durable ولا made up of connective tissue ولا elastic with high degree ولا connected with the bone؟ بص يا دكتور، حته connected with the bone الاثنين بيتوصلوا بالبونز، بس التندون بتربط ما بين البون والمصل، والليجمنت بتربط ما بين البون والبون. made up of connective tissue الاثنين حضرتك بيتكونوا من connective tissue. elastic with high degree ولا strong and durable يا دكتور؟ قال لي حضرتك هي الليجمنتس فيها شيء من الاستيستي لكن مش elastic with high degree، لكن هما الاثنين strong وديورابل يا فندم، فيهم durability هما الاثنين عاليه، لكن خلي بالك ان التندونز من ناحيه الالاستيستي اعلى بشويتين ثلاثه من مين يا فندم؟ قال لي من الليجمنت، لان الليجمنت مش مرنه قوي، بدليل ان انت لو تحمل بريشر عالي على المفصل عند حضرتك الليجمنت يتقطع، بس في التندون لو تحمل بريشر عالي او قعدت تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن كتير في المصل التندون عندك مش هيتقطع، فالمرونه بتاعت التندون اعلى من المرونه بتاعت الليجمنت. اوكي، السؤال اللي بعده عند حضرتك سؤال نمبر 7 يا دكتور، بيقول لي the number of ligaments that link the femur bone with fibula. حلو، الراجل هنا يا فندم بيتكلم عن الني جوينت او مفصل الركبه عند حضرتك. تعالى يا دكتور كده نروح نتكلم عن الني جوينت او مفصل الركبه. انا عندي فوق يا دكتور العظمه اللي هنا دي اسمها عظمه الفيومر بالتو بروسس بتاعتها، العظمه اللي عند حضرتك هنا عظمه الفيومر، وتحت عظمة الفيومر هنا يا دكتور في عظمة كبيرة موجودة في المنطقة دي، اسمها ايه العظمة دي يا فندم؟ اسمها عظمة التيبيا. جميل جدا. وعندي يا دكتور عظمة تانية صغيرة موجودة هنا في المنطقة اللي هنا دي، اسمها ايه العظمة دي؟ قال لي دي حضرتك اسمها عظمة الفيبيولا. فده الني جوينت قدام حضرتك. طيب بالنسبة للليجامنت حضرتك، قال لي والله يا دكتور انا عندي ليجامنت بيربط ما بين الفيومر والتيبيا هنا، وفي ليجامنت تاني بيربط حضرتك ما بين الفيومر والفيبيولا هنا، وفي ليجامنتس حضرتك 2 ليجامنت موجودين هنا يا فندم في المكان ده، واحد جاي بالشكل ده والتاني عند حضرتك خلينا نعمله بلون تاني كده يا دكتور، وليكن مثلا اللون الاخضر ده جاي على التاني بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. كويس؟ قال لي كويس. تعالى بقى نبص نحط ليبلز هنا يا فندم. الليجامنت اللي قدام حضرتك هنا ده وليكن نديله رقم 1، ده بيربط ما بين الفيومر والتيبيا، وده حضرتك اسمه ميديال كولاترال ليجامنت، اللي بيوصل يا دكتور ما بين الفيومر وبين التيبيا من الشكل الجانبي او من نص الجسم كده يا فندم، اسمه ميديال كولاترال ليجامنت. التاني اللي عند حضرتك هنا ده يا دكتور نديله رقم 2 ونسميه لاترال كولاترال ليجامنت. يبقى انا عندي حضرتك اللي بين الفيومر والتيبيا اسمه ميديال كولاترال ليجامنت، بين الفيومر والفيبيولا اسمه لاترال كولاترال ليجامنت. طيب الاتنين دول بقى حضرتك واحد فيهم اللي هو موجود ورا ده هنديله رقم 3، وواحد فيهم هنا حضرتك اللي هو موجود قدام اللي باللون الاخضر هنديله رقم 4. رقم 3 ده يا دكتور اسمه ايه؟ قال لي ده اللي موجود ورا ناحية ورا، لان هنا ببص من قدام، فده حضرتك اسمه البوستيريور كروشيت ليجامنت. الاتنين دول اللي هم رباط الصليب يا دكتور عند حضرتك بسميهم الكروشيت ليجامنت. فاللي ورا اسمه posterior كروشيت ليجامنت، واللي قدام رقم 4 ده حضرتك هنسميه anterior كروشيت ليجامنت. جميل جدا. يبقى انا عندي دلوقتي يا دكتور كام ليجامنت موجود عندي في المنطقه دي؟ قال لي 4 ليجامنت. طيب جمع لي كده بعد اذنك اللي بين الفيومر والتيبيا. ما بين الفيومر والتيبيا عندك ايه يا دكتور؟ بص يا فندم، عندي هنا الميديال كولاترال ليجامنت. ميديال كولاترال ليجامنت اللي هنا ده موجود هنا اهو حضرتك رابط ما بين الفيومر والتيبيا. عندك كمان يا دكتور الاتنين كروشيت ليجامنت، رابطين هنا الاتنين كروشيت ليجامنت ما بين الفيومر والتيبيا. فاجي هنا للراجل يا فندم واقول له عدد الليجامنت اللي موجوده بين الفيومر والتيبيا هم 3.
فين يا عم التلاتة؟ الميديال كولاترال اللي هو رقم 1، البوستيريور كروشيت ليجامنت اللي هو رقم 3، والانتيريور كروشيت ليجامنت حضرتك اللي هو رقم 4. طيب لو حضرتك يا فندم بتسألني عن عدد الليجامنت اللي بين الفيومر وبين الفيبيولا، دول يا دكتور عددهم كام؟ هقول لحضرتك يا فندم دول مش عددهم كام، هو واحد بس. اسمه ايه الواحد ده يا دكتور؟ اسمه لاترال كولاترال ليجامنت اللي هو رقم 2. عندك هنا رابط ما بين الفيومر وبين الفيبيولا اللي موجودة تحت دي يا دكتور، صح كده؟ فاقول له العدد عند حضرتك هنا يا فندم هو ليجامنت 1. جميل؟ قال لي جميل جدا. تعالى نرجع بقى للسؤال بتاعنا. الراجل بيقول لي number of ligaments that link between the femur bone and the fibula. اقول له بين الفيومر والفيبيولا هو واحد بس. طب لو الراجل سألني قال لي بين الفيومر والتيبيا حضرتك، اقول له بين الفيومر والتيبيا 3 يا فندم. ماشي. سؤال نمبر 8 بيقول لي cartilaginous joints and absent between the vertebra نمبر كام؟ الكارتلاجينوس جوينت حضرتك اللي هي المفاصل الغضروفيه دي بتكون موجوده ما بين السنترمز بتاعت الفقرات او السنترمز بتاعت الفرتبرا. حلو؟ قال لي حلو. انت بتقول لي هي ابسنت فين؟ مش موجوده عند مين؟ هقول لك يا دكتور هي هتكون ابسنت ما بين مين؟ انهي فيرتبرا؟ الفيوزد فيرتبرا اللي هي الفقرات اللي ملحومه مع بعض. زي مين يا فندم الفيوزد فيرتبرا دي عندي في المنهج؟ قال لي زي الساكرال فيرتبرا وزي الكوكسيجل فيرتبرا. ما بين الساكرال فيرتبرا مش هلاقي كارتلج، وبين الكوكسيجل حضرتك برضو مش هتلاقي كارتلج. يعني بين الخمسه بتوع الساكرال مفيش كارتلج، وبين الاربعه بتوع الكوكسيجل مفيش كارتلج. تعال نبص. الراجل بيقول لي بين 3 و4. 3 دي تبع ايه؟ هقول له يا دكتور 3 دي سيرفايكال، و4 دي ايه يا فندم؟ سيرفايكال، والاثنين ارتكوليتد بيتحركوا. يعني هنا في كارتليجنس جوينت، يبقى دي ما تنفعش. انا عايز حاجه ما فيش بينها كارتليجنس جوينت. اوكي. طيب اجي هنا يا فندم 16 و17. 16 دي يا دكتور تبع ايه؟ الراجل قال لي دي تبع الثوراسيك فيرتبرا، و17 دي يا دكتور برضه تبع الثوراسيك، والاثنين ارتكوليتد يعني بينهم كارتليج او كارتليجنس ديسك. 26 و 27 دكتور هي 26 دي يا فندم تبع ايه؟ هقول له والله 26 عند حضرتك اللي عندك دي تبع الساكرال، و27 دي يا دكتور هي كمان تبع الساكرال. وانا عارف ان الساكرال فيرتبرا بيبقوا فيوزد ملحومين، يعني الخمس فقرات الفايف فيرتبرا اللي موجوده عند الساكرال كلهم يا دكتور بيكونوا 1 بون، عظمه واحده. فدول مش هلاقي بينهم، يبقى هم دول حضرتك اللي الكارتلج بينهم ابسنت. طب تعال نبص على التاني كده 29 و 30. 29 دي حضرتك قال لي دي اللاست ساكرال فيرتبرا، دي اخر واحده في الساكرال. و 30 دي حضرتك دي الفيرست كوكسيجل فيرتبرا. مظبوط كده؟ قال لي مظبوط يا دكتور. طب هو دلوقتي الساكرال عند حضرتك هنا يا فندم، وليكن مثلا خلينا نرسمها بشكل ما كده. ادي يا دكتور عند حضرتك هنا دول الخمس فقرات بتوع الساكرال، وتحتهم هنا يا فندم في 4 فقرات بتوع الكوكسيجل. مظبوط كده؟ طيب لو جينا يا دكتور هنا وعملنا زوم في المنطقة اللي عند حضرتك هنا دي، قربنا شوية كده، انت حضرتك قلت لي ان اللي فوق دي يا فندم بتسميها ايه؟ قلت لك اللي فوق دي بسميها ساكرال، واللي تحت دي يا دكتور هتسميها ايه؟ هسميها كوكسيجل. الخمسة اللي فوق كلهم فيوزد حصل، والاربعة اللي تحت كلهم فيوزد. دول كده كلهم فيوزد ودول كده كلهم فيوزد. لكن هل انا قلت لك ان هنا ما بينهم وبين بعض يا دكتور في المكان ده هم فيوزد مع بعض؟ لا، انا قلت ان الخمسة اللي فوق فيوزد مع بعض والاربعة اللي تحت فيوزد مع بعض، لكن بينهم ايوه بينهم ايه بقى؟ بينهم في كارتلج عادي، في غضروف حضرتك موجود ما بين الفقرات دي، ما بين الخمسة والاربعة. يعني ما بين الفقرة نمبر 29 والفقرة نمبر 30 هتلاقي موجود ايه يا دكتور؟ قال لي هلاقي موجود عند حضرتك كارتلج. هلاقي موجود عندي ايه يا فندم؟ قال لي يا دكتور هتلاقي عندي كارتلج. اوكي. طيب يبقى احنا كده يا دكتور الاجابة الصح بتاعت حضرتك اللي احنا المفروض نجاوبها هي اجابة سي. ليه؟ لان الاتنين ساكرال والاتنين يا دكتور بيكونوا فيوزد. جميل جدا. نروح يا فندم للسؤال اللي بعده عند حضرتك. بيقول ايه يا دكتور السؤال اللي بعده؟ قال لي السؤال اللي بعده نمبر 9 بيقول لي in the opposite figure، في الشكل اللي قدام حضرتك ده عندك structure x و y represent ايه؟ المنظر اللي انا شايفه قدامي ده يا دكتور ده منظر الني جوينت، صح؟ قال لي صح. من قدام ولا من ورا؟ قلت له ولا من قدام ولا من ورا، ده حضرتك lateral
فيو. يعني ده يا فندم منظر جانبي. عرفت منين يا دكتور ان ده منظر جانبي؟ ان دي الباتيلا ناحيه قدام هنا، لو دي ناحيه قدام يبقى دي ناحيه ورا. هنا حضرتك الجزء الانتيريور، هنا يا دكتور الجزء البوستيريور. حلو. اكس اللي الراجل مشاور عليه ده واحد من الكروشيت ليجامنت، بس انا مش عارف هو الانتيريور ولا البوستيريور لان انا باصص من الجنب. انا بحدد سواء كنت من قدام ومن ورا، لكن هنا انا باصص من الجنب. طيب لو اكس ده ليجامنت، اكس ده حضرتك كروشيت ليجامنت. واي بقى المكان الفاضي اللي هنا ده بين العظمتين وبين الغضاريف بتاعه العظم، قال لي حضرتك ده ساينوفيال جوينت. يبقى اكس عند حضرتك ليجامنت، وواي ده يا فندم ساينوفيال فلويد. سؤال نمبر 10 بيقول لي the total number of vertebrae among which cartilaginous joint are found in the vertebral column. توتال عدد الفقرات حضرتك اللي موجود فيها cartilaginous joint. والله يا دكتور انا عندي من رقم 1 لرقم 24. 1 دي اللي هي اول واحدة عند حضرتك يا فندم في السيرفايكل، ورقم 24 دي حضرتك اخر واحدة في اللمبر. دول يا فندم اللي بينهم، ايوه اللي بينهم ايه بقى؟ اللي بينهم كارتليج. وعندك الساكرال كلها فيوزد والكوكسيجال كلها فيوزد، فمش هتلاقي فيهم كارتليج. فاقول له توتال عدد الفقرات كام يا فندم؟ 24. تمام كده؟ تمام. السؤال اللي بعده عند حضرتك يا فندم سؤال نمبر 11 بيقول لي the number of ligaments that link the femur bone with tibia. والسؤال ده جاوبناه من شويه وقلنا اللي بيربط الفيومر مع التيبيا يا فندم هم 3. مين هم ال3 يا دكتور؟ medial collateral والاثنين كروشيت ليجامنت الانتيريور والبوستيريور. سؤال نمبر 12 بيقول لحضرتك which of the following represent a link between skeletal system and muscular system. السكيليتال سيستم انت قصدك مين؟ اقول له سكيليتال سيستم انا قصدي البونز. وماسكولار سيستم قصدك مين؟ قصدي المصل. مين يا دكتور اللي بيعمل لينك او بيوصل البونز بالمصل؟ هقول له طبعا التندون يا دكتور اللي انت بتتكلم عليه. السؤال اللي بعده نمبر 13 بيقول لي the head of bone are covered by نقط. الهيد اوف بون الراس بتاعت البونز حضرتك في منطقة الجوينتس المفاصل بتتغطى بايه؟ بكارتلج. طيب والكارتلج دي حضرتك عبارة عن ايه؟ عبارة عن كونكتيف تيشو، بسميها سكيليتال كونكتيف تيشو زي البونز بالظبط يا دكتور، بس الفرق ان الكارتلج حضرتك ما عندهاش كالسيوم بالظبط كده. طيب سؤال نمبر 14 بيقول لحضرتك cartilage are connective tissues that divide of blood vessels. الكارتلج ده نوع من انواع الكونكتيف تيشو بس ما فيهاش يا دكتور blood vessels. صح. They always work on protecting the bone from corrosion. ودايما حضرتك بتشتغل على انها تحمي البونز من الكروجن. برضو صح. يبقى اقول له يا فندم ال two statements are correct. سؤال نمبر 15 بيقول لي clavicle ligament act on its fixation in نقط. الكلافيكال ليجامنت، الليجامنت اللي موجود حضرتك عند عظمة الكلافيكال بيأكد على الفيكسيشن او الثبات بتاعها فين؟ دكتور معلش هي عظمة الكلافيكال دي اللي هي عظمة الترقوة، العظمة اللي قدام هنا دي متوصلة بايه يا فندم؟ قال لي والله outside part بتاعها او الاوتر ايدج بتاعها متوصل حضرتك بعظمة السكابيولا اللي هي عظمة الكتف اللي ورا او لوح الكتف اللي ورا. والانر بارت حضرتك متوصل بالعظمه اللي في نص صدر هنا يا فندم اللي اسمها ايه العظمه دي؟ اسمها استرنم. فالكلافيكال لو في ليجامنت هيربطها مع بون تانية حضرتك، فالليجامنت ده هيربط ما بين الكلافيكال والسكابيولا وبين الكلافيكال والاسترنم. فالراجل بيقول لي هل بيؤدي الفيكسيشن بتاعها في البروسيس اوف سكابيولا اند هيد اوف هيومرس؟ اقول له بص يا دكتور اول واحده دي غلط لان الكلافيكال ما بتتوصلش بالهيومرس، فدي لا. بتأدي حضرتك الفيكسيشن بتاعها في الجلانويد كافيتي والاسترنم. هي يا فندم ملهاش كونكشن مع الجلانويد كافيتي، هي بتمسك في البروسيس بتاع السكابيولا لكن مش واصله في الجلانويد كافيتي. مين اللي بتوصل للجلانويد كافيتي؟ قال عظمه الهيومرس عشان تعمل شولدر جوينت، فدي كمان غلط. سترنم اند ذا بروسيس اوف سكابيولا، هي بتمسك في الاسترنم وفي البروز بتاع السكابيولا، يبقى دي صح. اجابه سي دي صح. جلانويد كافيتي قلنا ما بتوصلش الجلانويد كافيتي ولا الهيد اوف هيومرس. اوكي جميل. 16 بيقول لي in which of the following are the bones and the cartilage similar. في ايه من الحاجات اللي جايه دي البون والكارتلج الاثنين يا دكتور زي بعض؟ function of tissue، nature of tissue، type of tissue ولا structure of tissue؟ اقول له حضرتك الاثنين زي بعض في نوع التيشو. ليه؟ لان الاثنين نوع تيشو واحد اسمه skeletal connective tissue. السكيليتال كونكتيف تيشو عند حضرتك في منه بون وفي منه كارتلج،
لكن الوظيفه بتاعتهم مختلفه، فالفانكشن لا. النيتشر الطبيعه بتاعتها مختلفه، لان دي فيها كالسيوم ودي ما فيهاش، دي بتبقى مور هاردنس، دي بتبقى الهاردنس بتاعتها قليله، دي الالاستيستي بتاعتها ضعيفه، دي الالاستيستي بتاعتها عاليه، والاستراكشر بتاع التيشو. فكل دي حاجات مش متشابهه. الحاجه الوحيده المتشابهه نوع التيشو، ان هما الاثنين نوع واحد. اسمه ايه يا دكتور النوع الواحد؟ سكيليتال كونكتيف تيشو. طيب تعال نكمل حضرتك وناخد سؤال نمبر 17. سؤال نمبر 17 بيقول in the following figure what do the referred part by arrows represent. طيب انا عندي هنا حضرتك دي الهيد بتاعت عظمة الفيومر، دي العظمة بتاعت الفيومر، عليها ايه من فوق يا دكتور؟ عليها كارتلج، غضاريف، عشان تسمح للهيب جوينت حضرتك اللي هو مفصل الحوض يتحرك بسهولة. طيب اللي هنا دي عظمة الاسترنم، الاسترنم ماسكة في مين؟ قال لي ماسكة في الريبس، في الضلع اللي انت شايفه ده. بينهم ايه يا دكتور؟ قال لي بينهم كارتلج. وهنا دي فيرتبرا ودي فيرتبرا، واللي بينهم برضو يا فندم كارتلج. هنا الجزء بتاع البيوبيك سيمفيسز عند حضرتك، احنا قلنا الجزء ده ما بين عظمتين الحوض يا دكتور بيكون عبارة برضو عن كارتلج. فاقول له كل الصور اللي انت جايبها دي صور ايه يا فندم؟ كارتلج فقط لا غير. سؤال نمبر 18 عند حضرتك بيقول لك ايه يا دكتور؟ سؤال 18 ده تعال نبص عليه بشكل اوسع شويه كده. study the opposite figures in answer. تعالى يا فندم ندرس الشكل اللي قدام حضرتك. الشكل ده الراجل كاتب لي x و y و a و z. طيب x اللي باللون الازرق ده رابط ما بين a و a. تقول لي يا دكتور ده رابط فوق هنا ما بين مصل اللي هي عظمه الفخذ عند حضرتك، والعظمه اللي في النص اللي هنا دي اللي اسمها الباتيلا. يبقى الراجل ده يا فندم موصل ما بين مصل وبون. مصل وبون، يبقى اكس ده ايه؟ اقول له يا دكتور اكس ده تندون. ليه تندون؟ لانه رابط ما بين مصل وبون. حلو. طب واي؟ واي حضرتك رابط ما بين العظمه بتاعه الباتيلا حضرتك والعظمه اللي تحت اللي هنا دي اللي اسمها التيبيا. يبقى الراجل ده رابط ما بين بون وبون، صح يا دكتور؟ يبقى واي ده ايه؟ ليجامنت. ممتاز. ايه عند حضرتك؟ هقول له يا دكتور ايه دي اسمها جاسترو كينيميوس ماسل. دي حضرتك الجاسترو كينيميوس ماسل يا دكتور، اللي هي عضلة السمانة. وزد ده اللي رابط ما بين الماسل وبين تحت هنا يا فندم دي الهيل بون اللي هي عظمة الكعب. فاللي رابطهم ببعض يا فندم زد اللي عند حضرتك هنا ده اسمه ايه يا فندم؟ قال لي ده تندون. يبقى خلي بال حضرتك احنا دلوقتي بنقول ان زد تندون واكس كمان تندون. طيب لو زد تندون واكس تندون حضرتك فين السؤال بقى؟ انت عايز ايه يا دكتور في السؤال؟ What does letter X represent؟ X دي بتعبر عن ايه؟ اقول له يا فندم اكس ده تندون. خلاص عرفناه. What does the letter Y represent؟ Y ده بيعبر عن ايه؟ Y ده يا فندم بيعبر عن ligament. خلاص عرفناه. What does the type of tissue from which each of X and Y is formed؟ الراجل بيقول لي اكس وواي، اكس اللي هو التندون وواي اللي هو الليجمنت. الاثنين بيتكونوا من ايه يا فندم؟ اقول له الاثنين بيتكونوا من كونكتيف تيشو. وكده حضرتك نروح للسؤال الرابع. what happen in case of rupture of structure Z؟ زد اللي الراجل بيتكلم عليه ده يا دكتور انا دارسه عندي في المنهج وعارف ان ده مش اي تندون، ده تندون مهم جدا اللي هو زد اللي فوق هنا ده اسمه الاكيلس تندون. فالراجل بيقول لي ايه اللي يحصل لو حصل رابتشر، لو حصل قطع عند حضرتك في الاكيلس تندون؟ inability to bend the foot، مش تقدر تتني رجلك. non contraction of muscle ايه lose its ability to work normally، ولا aspiration of ankle bone from the leg bone. هقول له الاجابه الصح inability of movement او inability to bend the foot، مش تقدر حاجه انك تحرك الرجل، لكن العضله هتعمل contraction وريلاكسيشن بشكل طبيعي، مش هتفقد الوظيفه بتاعتها ولا حاجه، هتشتغل عادي. والمفصل مش هيتفصل عن الليج بونز، لان الانكل بونز اللي هي بتقول بون ماسكه في ليج بون، يبقى اللي بينهم ده يا فندم ليجامنت مش تندون، هما مش هينفصلوا عن بعض ولا حاجه. اوكي ماشي يا دكتور. نروح بعد كده يا فندم للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عند حضرتك يا فندم سؤال نمبر 19. بيقول ايه يا دكتور سؤال نمبر 19 عندك هنا؟ هنكبر شويه كده. اوكي سؤال نمبر 19 عند حضرتك بيقول لي despite being the shoulder joint from the wide movement joint، على الرغم يا دكتور ان مفصل الكتف يعتبر من الوايد موفمنت joint، but there are some people have difficulty in moving this joint regularly. في ناس حضرتك بيكون عندها مشكله في تحريك مفصل الكتف ده بشكل طبيعي. What is scientific explanation of this medical situation؟ ايه التفسير العلمي ليك حضرتك بناء على الحاله الطبيه اللي انا بقول لك عليها دي؟ Complete rupture in one of the ligament, muscle spasm for scapula muscle fatigue at scapula bone, disturbance in the nerve impulse.
انت حضرتك بتقول ان الشخص ده بيواجه صعوبة في انه يحرك مفصل الكتف ده بشكل طبيعي دائم، صح كده؟ يبقى الليجامنت المسؤول عن الدايركشن اوف موفمنت فيه مشكله، حصل فيه مشكله جامده. طب ليه ما اقولش مصل سبازم او مصل فاتيج، يعني حصل عنده شد عضلي او ارهاق عضلي؟ لان ده شويه وهيروح حضرتك، انا مش قادر احركه دلوقتي بسبب شد عضلي، الشد ده هيفك، او الارهاق العضلي ده المصل فاتيج هيفك. لكن انت بتقول بشكل عام الشخص ده بيعرفش يحرك المفصل بتاعه، يبقى الشخص ده عنده مشكله في الليجامنت، الاربطه اللي رابطه العظمتين ببعض. فالاجابه عند حضرتك تكون اجابه ايه. سؤال نمبر 20 بيقول لي the opposite figure illustrate person suffering from medical case called scoliosis. الحالة اللي انت شايفها دي حضرتك دي حالة طبية يا دكتور بنسميها السكوليوزس، ان العمود الفقري نازل متني عند الشخص بالشكل ده. المفروض العمود الفقري يبقى نازل بشكل ستريت كده في نص الظهر بالظبط. الراجل ده حضرتك عنده التواء في العمود الفقري جاي بالشكل ده، فالجنب ده او الجزء ده داخل لجوه كده يا دكتور. طيب What is the reason for this medical case؟ ايه السبب للحالة دي؟ occurrence of slipped disc، حصل عنده انزلاق غضروفي، الغضروف اتحرك فالفقرات اتحركت. change in vertebral column curvature، هي الكيرفيتشر بتاعت الفرتبرال كولوم مش يمين وشمال، الكيرفيتشر بتاعت الفرتبرال كولوم قدام وورا، anterior posterior anterior posterior، فدي غلط. curvature of scapula bone، عظمة السكابيولا حضرتك موجودة هنا، العظمة اللي شبه المثلث دي موجودة هنا حضرتك، ملهاش دعوة باعوجاج العمود الفقري. هل حضرتك فيوجن اوف فيرتبرا اوف فيرتبرال كولوم انها اتلحمت؟ طب ما اتلحمت ده يخليه ظهره ثابت كده ما يخليهوش معوج، يبقى دي كمان غلط. الاجابه الصح اوكيرنس اوف سليبد ديسك، ان الراجل ده حصل عنده انزلاق غضروفي، الغضروف اتحرك من مكانه فالفقرات اتعوجت، بدل ما الفقرات راكبه على بعضها كده بدات الفقرات ان هي يا فندم تتعوج بسبب ان الديسك اللي بينهم اتزحلق. اوكي. On which of the following the joint classification into fibrous cartilaginous synovial، والكلام ده قلناه حضرتك في فيديو الشرح، لو ما شفتوش روح اتفرج عليه ضروري. الراجل بيقول لي بناء على ايه بيحصل التصنيف بتاع الجوينت لفايبرس وكارتليجنس وساينوفيال؟ قلنا حضرتك بيحصل بناء على حاجتين، رقم واحد المادة اللي بين العظم وبعضه في كل نوع فيهم من المفاصل، الحاجة التانية مدى الحركة. أول حاجة هنا حضرتك المادة اللي موجودة ايه؟ قال لي فايبرس تيشو، ماشي. طب في الكارتليجنس كارتليجنس تيشو أو كارتليج. في الساينوفيال قال لي الساينوفيال فيها كارتليج او كارتليجنس تيشو بلس ساينوفيال فلويد، صح كده؟ قال لي صح جدا يا دكتور. طيب الحاجه الثانيه وهي مدى الحركه، قال لي رقم واحد هنا الفايبرس جوينت allow no movement، ما بيسمحش للحركه الا لحظه الولاده بس، غير كده ما بيتحركش تاني. كارتليجنس جوينت حضرتك قال لي very، وقلت لك خلي بالك من كلمه very limited movement، ماشي. الساينوفيال حضرتك قال لي دول نوعين، في منهم الوايد وفي منهم الليميتد. الوايد زي الشولدر والهيب جوينت، الليميتد حضرتك زي الالبو والني جوينت، ماشي. فالراجل بيقول لي بيعتمد على ايه التسميه؟ البوزيشن اوف ذا جوينت ان ذا بودي، تايب اوف موفمنت، نيتشر اوف تيشو ذات بريزنت امونج بونز، ذا فاسيلتي اوف موفمنت. هقول له حضرتك التقسيمه بتاعت كلمه فايبرس وكارتليجنس وساينوفيال اتسمت يا دكتور بناء على نوع الماده اللي موجود، هنا فايبرس فسميها فايبرس، هنا كارتليج اسميها كارتليجنس، هنا ساينوفيال فلويد اسمي دي حضرتك ساينوفيال جوينت. يبقى الاجابه الصح النيتشر او الطبيعه بتاعت التيشو اللي موجوده بينهم. جميل. السؤال اللي بعده حضرتك سؤال نمبر 22، بيقول ايه يا دكتور سؤال نمبر 22؟ The opposite figure represents 3 bones، 3 عظمات from the appendicular skeleton. Which of the following part is forming wide movement synovial joint؟ العظمة خلينا كده يا دكتور نرقمهم، دي عظمة رقم 1 2 3 عند حضرتك، اوكي. العظمة اللي عندك فوق دي يا دكتور اللي هي رقم 1 او رقم 3، رقم 3 عندك دي عظمة السكابيولا، اوكي. عظمة رقم 2 عند حضرتك هنا يا دكتور دي عظمة التيبيا، اوكي. والعظمة رقم 1 عند حضرتك يا فندم دي عظمة الفيومر. حلو، قال لي حلو. دلوقتي حضرتك او ممكن 1 دي يا فندم غير انها الفيومر تبقى الهيومرس، ورقم 2 دي بدل التيبيا حضرتك ممكن تبقى الالنا، ماشي. الراجل بيقول لي يا فندم which of the following part is forming wide movement synovial joint؟ ايه من دول بيكون wide movement synovial joint؟ wide movement synovial joint اللي حضرتك بتقول عليه ده لازم يا فندم
لازم يا فندم الوايد موفمنت ساينوفيال جوينت دي تبقى ما بين ايه وايه يا دكتور؟ او سوري زي مين؟ قال لي حضرتك زي الشولدر جوينت او الهيب جوينت. دول الاتنين اللي انا بقول عليهم وايد موفمنت ساينوفيال جوينت. طيب تمام. 1 و 3، 1 دي حضرتك لو قلنا عليها عظمة الهيومرس، و 3 دي حضرتك اللي هي عظمة، لو دي الهيومرس تبقى دي الالنا. هل يا دكتور الهيومرس والالنا بينهم الالبو جوينت؟ ده مش وايد موفمنت، ده ليميتد. طيب 1 و 5، هو اصلا ال1 دي اللي هي بتفيت في الجلينويد كافيتي. 1 و 5، 1 هنا بص كده حضرتك، بص معايا هنا في السكابيلا ده يا دكتور ايه؟ قال لي ده جلينويد كافيتي. الجلينويد كافيتي اللي موجود عند حضرتك ده يا فندم بتيجي تركب فيه الهيد او الكوره بتاعت الهيومرس اللي هنا دي يا فندم، تنزل تركب هنا في الجلينويد كافيتي عشان الاتنين دول مع بعض يكونوا الشولدر جوينت. الاتنين دول يا دكتور بيكونوا مع بعض يا فندم الشولدر جوينت اللي هو يصنف على انه وايد موفمنت، فتبقى دي الاجابه الصح. اوكي ماشي. نروح بعد كده يا دكتور للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نمبر 23 عند حضرتك بيقول ايه يا فندم؟ which of the following graph express correctly the range of movement in some joint in human body. الراجل جايب لي هنا الالبو جوينت وهنا الشولدر جوينت وهنا الني جوينت. هل الموفمنت رينج او مدى الحركه بتاع الالبو اعلى من الشولدر؟ طبعا لا. طيب هنا الني والهيب والالبو، هل حضرتك الهيب والالبو الاتنين مدى الحركه بتاعهم زي بعض؟ طبعا لا، لان الهيب ده وايد لكن الالبو ده ليميتد، فكل ده غلط. هل حضرتك الشولدر زي الالبو؟ ينفع اقول ان الشولدر زي الالبو يا دكتور؟ طبعا برضو غلط. طيب هنا الني والهيب والشولدر، هل الهيب ينفع تبقى زي الشولدر؟ قال لي ينفع، لان الاتنين وايد لكن الني اللي هي الليميتد حضرتك اقل منهم هما الاتنين، فدي يا فندم الاجابه الصح. اوكي. الراجل هنا يا فندم في سؤال نمبر 24 بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك والله انا عندي هنا المنطقه او الزون اللي تحت هنا دي يا فندم، اللي هي الدايره دي لو تبص عليها في اللور جو من تحت يا دكتور. الراجل جايب لي مفصل او فك كده خط ما بين العظمتين اللي هو اكس. وهنا حضرتك في المنطقه اللي هنا دي الدايره دي يا فندم جايب لي هنا الخط واي. وهنا حضرتك في المنطقه اللي هنا دي جايب لي الخط زد. which of the following statement is correct؟ ايه من الجمل اللي جايه دي صح؟ joint X only allow very limited movement، مفيش هنا يا دكتور very limited movement. tissue type among bones in Y is different from in Z، هل نوع التيشو في Y مختلف عن Z؟ joint Z is more durable than Y، most of the body joint are from type X. هل حضرتك أغلب مفاصل الجسم من النوع X؟ أقول له لا يا دكتور، أغلب مفاصل الجسم حضرتك synovial joint. حلو، تبقى دي غلط. طيب التيشو تايب among bones in Y is different from Z، هل نوع التيشو حضرتك اللي موجود في Y هنا بيختلف عن نوع التيشو اللي موجود في Z؟ لا يا فندم مش بيختلف. طيب joint Z is more durable than Y، هل حضرتك المفصل Z بيبقى durable أكتر بالنسبة ل Y؟ ولا joint X allow only very limited movement؟ طبعا ده مش very limited movement ولا حاجة، لأن دول حضرتك fibrous جوينت. يبقى الاجابه الوحيده الصح اللي تنفع عند حضرتك هي الاجابه سي، ان زد الديورابيلتي بتاعته اعلى حضرتك من اللي موجوده عند واي، لان هنا ما بين عظمتين بس، لكن الجزء بتاع واي اللي انت بتتكلم عليه ده ما بين كذا عظمه وبعضها. ماشي. سؤال نمبر 25 عند حضرتك يا دكتور بيقول The second cervical vertebra articulate with the first cervical vertebra enabling to move for head nodding، اللي هو البوزيشن اوف saying no. الراجل بيقول لي الفقرة التانية بتتحرك مع الفقرة الأولى، تسمح لها حضرتك إن هي تعمل الروتيشنال موفمنت دي، راسك تيجي يمين وشمال. ماشي. Which of the following bones its movement is similar with the type of movement؟ إيه بقى من العظم اللي جاي قدام حضرتك ده يا فندم بيعمل نفس الروتيشنال موفمنت؟ ايه يا فندم من الكلام ده بيعمل حضرتك الروتيشنال موفمنت؟ انا قلت لك ان هم عندك عظمتين في جسمك اللي بيعملوا روتيشنال موفمنت، فيرست والسكند سيرفايكال هنا، ودول حضرتك رقم واحد، الجزء رقم واحد. والجزء رقم 2 عند حضرتك يا فندم هي عظمة الريديوس. يبقى هنا يا فندم عندي الفيرست والسكند سيرفايكال، لان الاتنين بيبقوا مع بعض حضرتك بيلفوا مع بعض الروتيشنال موفمنت. والجزء الثاني حضرتك عظمه الريديوس لما بتلف حوالين الالنا، دي الريديوس ودي الالنا. الريديوس حضرتك بتعمل روتيشنال موفمنت 180 درجه حوالين الالنا، فهنا حضرتك هقول له ريديوس طبعا around the ulna bone. اوكي. سؤال نمبر 26 بيقول لي in which are the joint A و B و C و D in the following are similar؟
انت عندك مفصل A و B و C و D في اللي قدامك دول شبه بعض في ايه؟ طيب مفصل A ده حضرتك ده كارتليجنس جوينت اللي هو ما بين الاسترنم وبين الضلوع. B حضرتك نفس الكلام كارتليجنس جوينت اللي هي منطقة البيوبيك سيمفيسيس. C عند حضرتك هنا يا فندم ساينوفيال جوينت. دي عند حضرتك اللي هو الشولدر ده كمان يا دكتور ساينوفيال جوينت. طيب يا ترى هم زي بعض في ايه؟ طبعا سي ده الني جوينت ودي الشولدر جوينت. ان هم فيهم ساينوفيال فلويد؟ لا، لان ايه وبي ما فيهمش. ان هم فيهم كارتلج؟ لان كلهم فيهم كارتلج، A وبي وسي ودي، سواء كان كارتليجنس او كان ساينوفيال الاتنين حضرتك بيكون عندهم كارتلج. ان هم فيهم تندون A وبي ما فيهمش تندون حضرتك. They are limited movement؟ لا مش limited، في منهم الليميتد وفي منهم الوايد وفي منهم الفيري limited، صح كده؟ يبقى الإجابة الوحيدة الصح اللي عند حضرتك إن هم فيهم إيه يا فندم؟ كارتريدج. دي الميزة اللي موجودة عندهم كلهم في نفس الوقت. سؤال نمبر 27 الراجل بيقول لك the two following figure illustrate the movement of the arm. هنا حضرتك في حركة حصلت للدراع ككل يا دكتور. الدراع بالكامل بدأ يتحرك عند حضرتك. Which of the following joints allow this movement؟ هنا يا دكتور الراجل ده ايده كانت مفرودة كده وفجأة حضرتك ايده دي اترفعت لفوق كده. فين المفصل اللي هنا اللي سمح بالحركة دي حضرتك؟ خلي بالك دي الزاوية بتاعت القلبو ودي نفس الزاوية بتاعت القلبو. المفصل اللي سمح بكده حضرتك هو الشولدر جوينت، مفصل الكتف يا دكتور. طيب مفصل الكتف ده يا فندم عشان يسمح بالحركة دي فاقول له one wide movement synovial joint one limited movement synovial joint ولا wide movement synovial joint then limited؟ اقول له لا حضرتك الحركه دي one wide movement synovial joint. انا ايدي مفروده كده اهي حضرتك، مفصل الكتف بس اللي هيتحرك، خلي الكوع ثابت زي ما هو ومفصل الكتف اللي هيتحرك عشان ايدي تطلع لفوق، يبقى اللي اتحرك الكتف وهنا حضرتك ده الشولدر جوينت. ماشي. السؤال اللي بعده عند حضرتك سؤال نمبر 28 بيقول يا دكتور سؤال 28 which of the following movement doesn't need joint؟ ايه من الحركات اللي جايه دي مش محتاجه مفصل؟ chewing food ولا الهيد نودنج ولا البول كيكينج ولا اي بلينكينج حضرتك؟ هي ايه فكره الجوينت؟ قال لي الجوينت هي مسافه ما بين تو بونز، عظمه وعظمه والاتنين بيتحركوا مع بعض حضرتك بيحصل ما بينهم حركه. فين هنا حضرتك الموفمنت الحركه اللي ممكن تحصل في جسمك ما تكونش ما بين عظمه وعظمه؟ تشوينج فود ما بين اللور جو والابر جو، فدي غلط. هيد نودنج حضرتك اللفه دي ما بين الفرتبرا بتاعت الفرتبرال كولوم، دي غلط. البول كيكنج عشان اشوط الكوره بحرك رجل عظم رجلي بيتحرك، دي غلط. لكن الاي بلينكينج ان انا اقفل عيني وافتحها مفيش عظم، جفن العين ده حضرتك هو اللي بيفتح ويقفل، مفيش عظم هنا يا دكتور. فدي الاجابه الصح اللي حضرتك بتدور عليها. سؤال نمبر 29 عند حضرتك بيقول ايه بقى يا دكتور؟ بيقول لي what is the type of joint at which the tips are attached to the girdles in human؟ ايه هو نوع الجوينت يا فندم اللي التب بتاعتها بتبقى ماسكه في الجيردلز؟ طيب انا عندي ايه الجيردلز اللي موجوده في الهيومن؟ قال لي اتنين. ايه هما الاتنين يا فندم؟ البلفيك جيردل اللي هو الحوض والبيكتورال جيردل اللي هو حزام الكتف، صح كده؟ فانا عندي البلفيك دي منطقه الحوض وعندي البيكتورال حضرتك اللي هي منطقة الكتف. بلفيك جيردل عند حضرتك يا فندم ايه اللي بيكون ماسك فيها؟ قال لي والله يا دكتور ده الهيب جوينت. طيب الهيب جوينت اللي ماسك هنا ده يا فندم يصنف على انه ايه؟ وايد موفمنت ساينوفيال جوينت. بيكتورال جيردل الكتف اللي عندي حزام الكتف ده حضرتك ايه اللي ماسك فيه؟ الشولدر جوينت. الشولدر جوينت ده يصنف على انه يا فندم وايد موفمنت ساينوفيال جوينت. فاقول له الاجابة عند حضرتك وايد موفمنت ايه يا دكتور؟ ساينوفيال. ماشي. سؤال نمبر 30 عند حضرتك بيقول لي which of the following statement is correct about synovial fluid؟ ايه من الجمل اللي جايه دي صح بالنسبه للساينوفيال fluid؟ all of them cause movement، كل الساينوفيال fluids حضرتك بتسبب الحركه. they contain equal amount of synovial fluid، they represent the attachment to two bones only، they contain solid cartilaginous disc. هو الراجل هنا حضرتك ما يقصدش synovial fluid، الراجل يقصد synovial joint. ايه من الكلام ده صح بالنسبه لكل الساينوفيال جوينت؟ ان كلهم حضرتك بيسببوا حركه. كل الساينوفيال جوينت بتسمح بحركه، بس ايه هما؟ نوعين، يا اما وايد موفمنت او يا دكتور ليميتد موفمنت. كويس كده؟ قال لي كويس جدا. نروح بعد كده حضرتك للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عندك يا دكتور سؤال نمبر 31 بيقول ايه؟ الراجل هنا في السؤال بيقول لحضرتك which of the following bones form الشولدر جوينت؟ ايه من العظم ده بيكون الشولدر جوينت او مفصل الكتف؟
انا عارف ان مفصل الكتف حضرتك ما بين عظمتين، ايه هما العظمتين؟ هيومرس، وبتعمل فيتنج في الجلانايت كافيتي اللي موجود في السكابيولا. بس كده حضرتك، هما دول العظمتين، 1 2. فاقول له يا دكتور الاجابه هيومرس اند سكابيولا. السؤال اللي بعده عند حضرتك which of the following bones start with wide movement synovial joint and end with limited movement synovial joint؟ ده جاوبنا عليه من شويه حضرتك وقلنا يا دكتور الاجابه بتاعته هيومرس. ماشي. اللي بعده بيقول لي what do the patient with osteoarthritis feels pain؟ مريض حضرتك الخشونة في المفاصل يا دكتور بيحس ببين فين؟ في الني جوينت during movement and walking. ليه الشخص اللي عنده خشونة في المفاصل يا دكتور بيحس بألم وهو بيتحرك في جزء الركبة عنده؟ due to increase of synovial fluid، لأن الساينوفيال فلويد عنده زاد؟ لا طبعا، لأن لو الساينوفيال عنده زاد يعني الموفمنت بقت سهلة بالنسبة له فمش هيحس ببين. due to corrosion of cartilaginous substance ولا due to tearing of ligament ولا due to inflammation of tendon؟ اقول له حضرتك لان الماده بتاعت الكارتلج او الغضاريف اللي كانت موجوده على التيب اوف بون حصل لها تاكل، فلما حصل لها تاكل بدا حضرتك الفريكشن او الكوروجن انه يوصل لفين يا دكاتره؟ انه يوصل للبونز، للعظم اللي موجود. والبونز دي يا دكتور فيها نيرفز، فيها اعصاب، ونتيجه للاحتكاك او الكوروجن عند الاعصاب الشخص ده بيحس بايه؟ بيحس ببين في وقت الحركه. اوكي، نروح يا فندم للسؤال اللي بعده، سؤال نمبر 34. بيقول لي which of the following statement is not correct؟ ايه من الجمل اللي جايه دي غلط؟ The hip joint is more fixed than shoulder joint. مفصل الفخذ ثابت اكتر من الكتف. دي جمله صح. ليه صح؟ لان الاسيتيبيولم التجويف اللي موجود تحت يا دكتور في الهيب جوينت ديب ديبريشن عميق اكتر، فالعظمه قاعده فيه بشكل مستريح اكتر، الفيتنج فيه احسن كتير، وبالتالي هو مفصل فيكسد ثابت اكتر من شولدر جوينت. شولدر جوينت ممكن الكتف يتخلع، لكن صعب جدا الحوض يتخلع. عشان عظمه الحوض تتخلع او عشان عظمه الفخذ تتخلع من الحوض لازم الحوض يتكسر او يتشرخ، صح كده؟ فالجمله دي صح. انا بدور على الجمله الغلط. The acetibulum cavity is deeper than glenoid cavity. برضو الجمله دي صح، وبناء عليها الجمله اللي فوق صح. hip joint is limited movement with respect to the elbow joint. لا، هنا حضرتك بتقولي الهيب جوينت اللي هو مفصل الفخذ limited movement مقارنه بالالبو. العكس، الالبو هو اللي ليميتد، لكن الهيب جوينت ده حضرتك يصنف على انه ايه؟ وايد جوينت. فدي الجمله الغلط اللي انت بتدور عليها، يبقى الاجابه عندك اجابه سي. هيب جوينت contain cartilaginous substance. طبعا مفصل الفخذ فيه كارتلج وفيه synovial fluid كمان لانه synovial joint. which of the following pairs are incorrect؟ ايه من البيرز اللي جايه دي غلط؟ الساينوفيال جوينت allow movement، طبعا دي صح. انا بدور على الجمله اللي ايه يا دكتور؟ الغلط. كارتلج بريفنت الموفمنت، طبعا غلط. الكارتلج بتسمح بالموفمنت مش بتمنعها. التندون ترانسفير الموفمنت، صح حضرتك. التندونز يا دكتور فعلا بتنقل الموفمنت منين لفين؟ قال لي بتنقلها من المصل. ايوه، لفين يا دكتور؟ للبونز. عشان كده التندونز بتوصل ما بين المسلز والبونز. الليجامنتس عند حضرتك ديترماين الموفمنت رينج، صح يا دكتور. الليجامنت هي اللي بتحدد اتجاه الحركه، وبالتالي الاجابه الغلط اللي انا بدور عليها ان الكارتلج بريفنت الموفمنت. سؤال 36 معانا يا دكتور، بيقول لي the opposite figure what do the two structure x and y represent respectively؟ x و y بيمثلوا ايه؟ x ده رابط تحت هنا ما بين بون، ايوه، وفوق هنا يا دكتور ما بين مصل. يبقى تحت هنا بون وفوق هنا مصل، يبقى x ده ايه؟ x ده تندون. y ده حضرتك y ده يا دكتور الليكويد اللي موجود جوه هنا ما بين العظمتين دول. ادي عظمه، او هنا دي عظمه ودي عظمه، دي عليها كارتلج اللي باللون الابيض ودي كارتلج باللون الابيض. السائل اللي بينهم اسمه ايه يا فندم؟ اسمه ساينوفيال فلويد. يبقى انا عندي اكس ده عباره عن تندون، وواي ساينوفيال فلويد اللي هي اجابه ايه. جميل جدا يا دكتور. نروح بحضرتك للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نمبر 37 بيقول لي the following figure illustrate part of the upper limb in human skeleton. الشكل اللي قدامك ده بيعبر عن جزء يا فندم في الابر لمب عند الهيومن سكيلتون في ايدك. يعني لو دي ايدي حضرتك يبقى اللي انا شايفه ده الالبو جوينت. لو دي ايدي يا دكتور يبقى الجزء اللي قدامك ده الالبو جوينت. تعال ندرسه ونبص عليه. الراجل كاتب لي اكس وواي وزد وال. طيب اكس دي حضرتك ايه؟ اقول له اكس دي يا فندم الريديوس. ماشي. اللي هنا دي حضرتك وليكن مثلا نسميها ام. ام دي مين يا فندم؟ قال لي ام دي الالنا. يبقى اكس الريديوس وام يا دكتور الالنا. زد هنا حضرتك ده ممكن تقول عليه الالبو جوينت او ممكن تقول عليه الكافيتي
اللي موجود في القلب ده التجويف اللي بتركب فيه العظمة اللي اسمها واي، وواي دي حضرتك عظمة الهيومرس. اللي عند حضرتك ده مين يا دكتور؟ قال لي اللي ده كارتلج او غضاريف موجودة فوق العظمة عشان تسهل الموفمنت بتاعت الجوينت. ماشي. Which of the following articulate with the lower part of the bone X؟ ايه حضرتك من الحاجات اللي جاية دي بيتحرك مع الجزء السفلي من العظمة X؟ العظمة X اللي هي الريديوس. حلو. لو دي ريديوس يا دكتور من تحت من اللور بارت بتاعها بتتحرك مع مين؟ اقول له الريديوس من تحت هنا حضرتك، ادي الريديوس تحت كده بتتحرك حضرتك مع الايت بونز بتوع الريست اللي اسمهم يا دكتور الايت كاربلز. 8 عظمات اللي موجودين عند حضرتك هنا يا فندم في صفين. lower tip of ulna, lower tip of hand wrist bone, lower tip of humerus. اقول له لا حضرتك بتوصل مع الابر tip of hand wrist bones. طيب السؤال اللي بعده which of the following the head of bone Y fits in its cavity؟ الهيد بتاعته Y دي احنا قلنا عليها عظمة ايه يا دكتور؟ Y دي حضرتك قلت لي من شوية يا فندم ان دي عظمة اسمها عظمة الهيومرس. فالهيومرس دي الهيد اوف هيومرس بتركب في ايه يا فندم؟ بتركب في حاجة اسمها جلينايد كافيتي. والجلينايد كافيتي ده حضرتك موجود عند مين؟ موجود يا دكتور في عظمة السكابيولا. صح كده؟ مظبوط. فاقول له حضرتك في الاوتر تيب اوف سكابيولا بون. السؤال اللي بعده how many bones that enter in structure of joint are found؟ كم عدد البونز اللي بتدخل في تكوين المفصل زد اللي هو الالبو جوينت موجودة حضرتك؟ في كام عظمة؟ يعني الراجل بيسأل حضرتك بيقولك في كام عظمة بتدخل في تكوين الجوينت زد اللي هو الالبو جوينت؟ بيتكون من كام عظمة يا فندم؟ اقول له عظمتين. ايه وايه؟ الهيومرس. ايوه. وايه تاني يا دكتور؟ والتيبيا. سوري الهيومرس يا دكتور عند حضرتك. وايه تاني يا فندم؟ قال لي والقلنا، عظمة القلب. اوكي. سؤال نمبر 4 which of the following is correct about structure L؟ فين يا دكتور structure L عند حضرتك؟ قال لي الكارتلج. ايه من الجمل اللي جايه دي صح بالنسبه للكارتلج؟ تعال نشوف. It represent connective tissue. هل هو يعتبر connective tissue؟ ماشي. It's rich in blood capillaries. خالص ما فيهوش دم اصلا ولا اعصاب. Stronger than bone. لا طبعا مش اقوى من العظم لان العظم فيه كالسيوم، الكارتلج ما فيهوش. It's present abundantly in all joint. مش موجود حضرتك في كل الجوينت. الاجابه الصح حضرتك انه represent connective tissue. ليه دي غلط؟ لان انت عندك نوع يا فندم اسمه fibrous joint. الفايبرس جوينت يا دكتور ما بيتوصل، ما بيكونش بين العظم وبعده في كارتلج. بيكون في ايه؟ اللي بيكون فايبرس تيشو، وباي جروينج إلدر او باي ايجنج حضرتك الفايبرس تيشو بتتحول لبوني تيشو. عظيم جدا يا دكتور، ما عندناش مشكله الحمد لله حتى الان. سؤال نمبر 38 بيقول ايه يا فندم؟ The opposite figure illustrate injury in structure X. X ده مين؟ X اللي انت بتتكلم عليه ده حضرتك اسمه الاكيلس تندون. والاكيلس تندون ده يا دكتور الوتر اللي موجود عندك ما بين عظمة السمانة اللي اسمها جاسترو كينيميوس ماسل. ادي يا فندم عندك هنا الجاسترو كينيميوس ماسل. ايوه. وتحت هنا يا دكتور الهيل بون اللي هي عظمة كعب الرجل. ادي يا فندم الهيل بون. ماشي. بيقول what is required procedure in this case؟ في الحالة دي هنستخدم ايه؟ في الحالة اكس دي انا شايف ان اكس هنا حضرتك ده complete cutting او complete tearing، قطع بالكامل للاكيلس تندون زي ما هو موضح في الصورة قدامك كده. ده مش انفلاميشن او التهاب. فده حضرتك انا هضطر ان انا اعمل surgical intervention، تدخل جراحي. ان الانتي انفلاماتوري دراجز والانالجيسكس اللي هي المضادات الالتهاب والمسكنات والجبيره الكلام ده في حاله الانجر الاصابه العاديه. لكن هنا كومبليت تيرنج، قطع كامل زي اللي واضح قدام حضرتك ده يا دكتور. في حاله الكومبليت تيرنج بضطر ان انا اعمل سيرجيكال انترفنشن او تدخل جراحي، عمليه جراحيه. اوكي. نروح بعد كده يا فندم للسؤال اللي بعده عند حضرتك. السؤال اللي بعده يا دكتور سؤال نمبر 39. الراجل هنا بيقول لي الشكل اللي قدامك ده بيعبر عن الني جوينت. هو قايل لك صريحه هن ده مفصل الركبه. طيب لو ده مفصل الركبه تعالى بقى نعدي عليهم واحده واحده كده يا دكتور من فوق لتحت. رقم 1 ده ايه يا فندم؟ رقم 1 ده تندون. ليه؟ لانه رابط يا فندم ما بين مصل وبين بون. رقم 2 البون اللي وصل لها التندون دي حضرتك عظمه اسمها عظمه الباتيلا. جميل. رقم 3 يا دكتور عند حضرتك تحت هنا 3 دي يا فندم بيدور على الساينوفيال فلويد. 3 ده بيشاور في المكان الفاضي ده كده الساينوفيال فلويد.
رقم 4 حضرتك رابط ما بين الباتيلا وبين عظمة التيبيا، يبقى ده ايه يا دكتور؟ قال لي ده ليجامنت. طيب 5 حضرتك دي عظمة التيبيا. 6 يا دكتور دي كارتلج. ماشي. 7 يا فندم عند حضرتك دي عظمة الفيومر. السؤال بقى what is the bone to which number 7 refers؟ number 7 دي حضرتك احنا اخترناها فيومر. ماشي. what does number 1 refer to؟ اقول له 1 دي حضرتك عبارة عن تندون. خلاص طالما انا جبت الليبلز الموضوع خلاص بالنسبة لي بقى سهل. which of the following has role in determining the direction of movement؟ تحدد الدايركشن اوف موفمنت حضرتك، يبقى انت بتتكلم على ليجامنت. بتتكلم على ايه يا فندم؟ على ليجامنت يا دكتور. فين الليجامنت في الصورة عند حضرتك هنا يا فندم؟ الليجامنت اللي عندي في الصورة هنا هو رقم 4، فانزل تحت حضرتك اقول له 4 و1 ولا 4 و3؟ يبقى 3 اللي فوق ده يا دكتور هي مش واضحة قوي في الصورة. 3 اللي فوق ده يا فندم مش بيتكلم عن ساينوفيال فلويد، ده بيتكلم عن الميديال كولاترال ليجامنت. ده كده يا دكتور بيتكلم عن الميديال كولاترال ايه؟ ليجامنت. يبقى الاجابه عند حضرتك 4 و3. فاقول له يا دكتور اجابتي هنا هي اجابه نمبر 4 و3 اللي هي دي. طيب which of the following statements is incorrect؟ ايه من الجمل اللي جايه دي غلط بناء على الصوره برضه؟ part 5 has limited range in movement. الجزء رقم 5 عنده limited range في الموفمنت. فين رقم 5 يا فندم؟ اللي هي التيبيا. دي limited. ماشي. part 2 is attached to tendon and ligament. 2 اللي هي الباتيلا ماسكه في تندون رقم 1، وليجامنت حضرتك رقم 4. صح. part 6 represent connective tissue. 6 دي cartilage عباره عن connective tissue. صح. part 1 limit the movement range of part 7. هل التندون رقم 1 عمل ليميتيشن للموفمنت بتاعت الفيومر؟ اللي بيليمت الموفمنت حضرتك هو الليجامنت مش التندون. فالجمله الاخيره دي حضرتك دي يا دكتور جمله غلط، وانت بتسالني على الانكوريكت اللي هي الجمله الغلط. طيب سؤال نمبر 40 عند حضرتك بيقول ايه يا دكتور؟ 40 بيقول لحضرتك in the opposite figure in which the structure X similar to structure Y. X حضرتك شبه Y. X ده رابط ما بين ايه وايه؟ تقول لي يا فندم فوق هنا رابط ما بين بون، وتحت هنا يا دكتور بون، يبقى X ده ليجامنت. تمام يا دكتور. Y بقى عند حضرتك Y هنا يا فندم رابط ما بين بون، ايوه، وايه يا دكتور؟ ومصل. يبقى واي ده يا فندم عبارة عن تندون. يبقى خلي بالك ان اكس ليجامنت لكن واي ايه يا فندم؟ تندون. الراجل بيقول لي اكس وواي سيميلر في ايه؟ زي بعض في ايه؟ في الديجري اوف الاستيستي، ولا نوع التيشو، ولا الكونكشن اوف ايتش اوف ذيم وذ ماسل، ولا الاكشن ميكانيزم اوف ايتش اوف ذيم حضرتك؟ هقول له الاثنين حضرتك عبارة عن كونكتيف تيشو. ده وجه التشابه اللي بينهم، ان هما الاثنين كونكتيف تيشو. لكن في الاستيستي التندون اعلى، في الكونكشن للمصل التندون هو اللي بيتوصل بالمصل، الليجامنت لا. الاكشن ميكانيزم لا، كل واحد ليه طريقه شغل. التندون بينقل الموفمنت بتاعت المصل للبونز، لكن الليجامنتس حضرتك بيليمت يا فندم الدايركشن اوف موفمنت بتاعت البونز. نروح بعد كده يا دكتور للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عند حضرتك سؤال نمبر 41. 41 بيقول لي from the opposite figure، من الشكل اللي قدامك what is the figure which express ligament correctly. فين هنا حضرتك اللي بيعبر عن الليجامنت بالظبط؟ فايبر ولا bundle of fibers ولا group of bundle ولا bundle surrounded by cover؟ اقول له حضرتك هو bundle of fiber. الوصف بتاع الليجامنت يا دكتور انه عباره عن حزمه من الالياف، خيوط جنب بعضها كده بتربط البون بالبون. طيب سؤال نمبر 42 بيقول لي which of the following express correct the relation between the bones and the cartilage. بص يا دكتور، هنا دي بون، بص معايا كده حضرتك، هنا دي بون اللي بالنجمه الخضراء دي، واللي بالنقطه الحمراء دي حضرتك او الشرايط اللي باللون الاحمر دي الكارتلج. فاللي فوق دي حضرتك الكارتلج، واللي تحت دي يا فندم البونز اللي هي باللون الاخضر. بي بيقول ان الكارتلج فيها نيرف. الراجل في بي بيقول ان الكارتلج فيها نيرف والبون ما فيهاش، وطبعا دي غلط، العكس هو اللي صح. سي بيقول لي هنا حضرتك في بلاد فيسلز موجوده عند البون، ايوه، ومش موجوده عند الكارتلج. ده كلام مظبوط، لان الكارتلج ولا فيها نيرف ولا فيها بلاد فيسلز، فده كلام صح. دي بيقول لي ان البلاد فيسلز موجوده عند البونز وموجوده عند الكارتلج. اقول له يا فندم ده كلام غلط، الكارتلج ولا فيها بلاد فيسلز ولا فيها نيرفز. Which of the following represent
the opposite figure. ايه من الحاجات اللي قدام حضرتك دي يا دكتور بتعبر عن الشكل اللي قدامك؟ الشكل اللي قدامي ده شكل ايه يا فندم؟ قال لي والله يا دكتور الشكل اللي قدامك ده شكل الني جوينت. انا شايف حضرتك ان دي يا فندم الني جوينت. طيب لو دي الني جوينت من قدام ولا من ورا؟ بص يا دكتور، في الني جوينت، وركز معايا قوي بقى في النقطه دي، لو حضرتك شايف الباتيلا قدامك يبقى انت كده في الانتيريور فيو، انت باصص من قدام. لو حضرتك يا فندم مش شايف الباتيلا قدامك يبقى انت كده يا دكتور في البوستيريور فيو. السؤال، انت شايف الباتيلا هنا يا دكتور؟ انا بسألك اهو، حضرتك شايف هنا الباتيلا؟ تقول لي لا يا دكتور مش شايف الباتيلا، يبقى ده يا فندم البوستيريور فيو. طيب لو ده البوستيريور فيو انا باصص من جوه، التيبيا ناحية الشمال، انا كده باصص من ورا، والتيبيا ناحية الشمال والفيبيولا ناحية اليمين، يبقى دي رجل ايه يا دكاترة؟ رجلك لو انا باصص على ركبتك من ورا، من ناحية ورا، وهنا التيبيا ناحية الشمال دي اللي ناحية جوه، والفيبيولا ناحية اليمين، يبقى دي ايه يا فندم؟ اقول له دي رايت بوستيريور فيو، دي الرجل اليمين من ورا يا دكتور. كويس كده؟ قال لي كويس جدا. السؤال اللي بعده عند حضرتك سؤال نمبر 44، بيقول لي ايه يا فندم؟ which of the following choice represent structure x و y و z correctly. فين يا فندم x و y و z correct؟ هنا حضرتك العظمة x دي ناحية الصباع الكبير صح؟ تبقى دي الريديوس. العظمة y دي يا دكتور ناحية الصباع الصغير صح؟ تبقى دي الالنا. يبقى x الريديوس و y الالنا. z بقى هنا يا دكتور، قال لي z ده التندون اللي رابط يا فندم ما بين الريديوس وبين البايسبس اللي هي العضله اللي فوق دي، عشان لما تعمل كونتراكشن تترفع معاك صح كده؟ قال لي صح. طيب يبقى اكس الريديوس وواي الالنا وزد تندون، فانا اقول له حضرتك ريديوس والنا وتندون. الاجابه الصح عندي يا دكتور اجابه سي. ماشي، نروح يا فندم للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده نمبر 45، بيقول ايه يا دكتور؟ بيقول لي which of the following is not from the reason of tearing of tendon. ايه من الحاجات اللي جايه دي مش من الاسباب اللي بتخلي التندون يتقطع؟ ايه يا دكتور؟ sudden contraction of the muscle ده يسبب tearing، loss of muscle flexibility، making a vigorous effort، صح مظبوط، كل الكلام ده عندي في المنهج يسبب tearing للتندون او مشكله في التندون. joint osteoarthritis يعني حضرتك degenerative joint disease اللي هو التهاب المفاصل. هل التهاب المفاصل يسبب عند حضرتك مشكلة في التندون؟ قال لي لا يا دكتور طبعا، فدي الإجابة الغلط اللي هي اللي أنا عايزها يعني. سؤال نمبر 46 بيقول لي the action of the tendon is affected by some factor. شغل التندون حضرتك بيتحكم فيه يا فندم بعض الفاكتورز أو بعض العوامل. which of the following doesn't affect the action of tendon. إيه من الحاجات دي ما بيأثرش على شغل التندون؟ ان ليجامنت يتقطع، ان يحصل ماسل فاتيج، الكولينستريز انزيم، ولا يا دكتور الاستايل كولين؟ مين من دول ما يأثرش على شغل التندون؟ شغل التندون يتأثر بإيه يا دكاترة؟ قال لي يتأثر بتأثر المصل صح كده؟ وهنعرف قدام حضرتك كمان درسين ان ماسل فاتيج ده يأثر على التندون، يأثر الكولينستريز انزيم والاستايل كولين، الاتنين حضرتك ليهم دور في عملية الماسل كونتراكشن وعملية الماسل ريلاكسيشن. الاتنين حضرتك ليهم دور في الموضوع ده، فالاتنين يأثروا على التندون. لكن الليجامنت تيرنج، ان الليجامنت تتقطع، ده مش هيأثر على المصل في حاجة، وبالتالي مش هيأثر على التندون في حاجة. السؤال اللي بعده عند حضرتك يا فندم سؤال نمبر 47، بيقول ايه؟ بيقول لي when complete rupture is occurred in structures that's referred to by an arrow. عندك هنا حضرتك سهم، السهم ده مشاور على خيط كده، بص كده الخيط اللي معايا ده اللي باللون الاحمر اللي انا برسمه، او بلاش اللون الاحمر لانه شبه المصل، خلينا نرسمه باللون الاخضر. عندك هنا يا فندم خيط، الخيط ده جاي باللون الاخضر اهو، ما بين ايه وايه؟ ما بين المصل اللي هنا دي وبين البون اللي هنا دي. طالما هو بون ومصل يبقى انت حضرتك هنا بتتكلم عن التندون اللي موجود فين؟ في الكتف هنا يا دكتور، رابط السكابيولا بالبايسبس عند حضرتك. حلو. الراجل بيقول لي لو حصل كومبليت رابتشر، التندون ده اتقطع يا دكتور بالكامل، التندون اللي عند حضرتك ده اتقطع بالكامل. is observed that the joint continues movement. ولاحظنا كمان يا دكتور لما اتقطع بالكامل ان الجوينت عند حضرتك continue الموفمنت بتاعته او كمل في الحركة بتاعته. ماشي. بناء على الكلام ده which of the following statement is correct؟ ايه من الجمل اللي جاية صح؟
It's considered a ligament that control only the direction of the movement. هو يعتبر ليجامنت بس بيحدد الحركة بتاعة الموفمنت، لكن ما بيمنعهاش أو ما بيخليهاش تحصل أو ما تحصلش. ممكن. The tendon has no role in joint movement. هنا حضرتك التندون ملوش علاقة بالموفمنت بتاعة الجوينت. طبعا دي جملة غلط تماما، لأن التندون هو اللي مسؤول عن الجوينت بتاعة الموفمنت، هو اللي بياخد الموفمنت من المصل ويوصلها يا دكتور عند حضرتك للبون. صح كده؟ اللي صح يا فندم. دي جملة غلط. The muscle that cause the joint movement is connected to more than one tendon. العضلة دي مربوطة بكذا تندون. لا حضرتك هو تندون واحد اللي ظاهر عندي في الرسمة اللي احنا راسمينه باللون الأخضر عند حضرتك هنا ده. Each of tendon and ligament participate in the joint movement. كل من التندون والليجامنت بيشاركوا. هو ده حقيقي بس ده ملوش علاقة. انت بتقولي بناء على كده. بناء على كده الليجامنت ده يعتبر هو اللي بيتحكم في الدايركشن اوف موفمنت، ودي الإجابة الصح، لكن الأخيرة دي عند حضرتك غلط. Study the opposite figures that represent one of the body joint. الراجل بيقول الصورة اللي قدامك دي بتعبر عن واحد من مفاصل الجسم. Then determine what is the expected result when structure 2 absent. فين بقى يا دكتور structure 2؟ بص يا فندم معايا هنا يا فندم اللي عند حضرتك ده الالبو جوينت. الصورة اللي انت جايبها دي كده يا دكتور الالبو جوينت، مفصل الكوع. طيب لو ده الالبو جوينت حضرتك تعالى بقى يا دكتور نبص. رقم 4 ده بيربط ما بين ايه وايه؟ خلينا نغير اللون كده. رابط هنا يا دكتور النقطة اللي باللون الأخضر دي، وهنا يا فندم النقطة اللي باللون الأخضر دي، رابط ما بين بون وبون. يبقى ده ايه يا فندم؟ يبقى ده ليجامنت. يبقى نمبر 4 ده ليجامنت. طيب نمبر 1 ده حضرتك قال لي نمبر 1 ده كارتلج مغطي العظم. نمبر 2 ساينوفيال فلويد. حلو. نمبر 5 قال لي نمبر 5 رابط ما بين 6 اللي هي المصل وبين البون يا دكتور اللي موجودة تحت. يبقى 5 ده تندون. تمام يا دكتور مفيش مشكلة. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 عرفناهم كلهم. What is the expected result when structure number 2 absent؟ ايه اللي يحصل بقى يا دكتور لو الساينوفيال فلويد ده ما بقاش موجود؟ tearing في structure 4، tearing في structure 5، corrosion في structure 1. يا دكتور هيحصل تآكل عند حضرتك في الكارتلج. لو الساينوفيال فلويد مش موجود between الكارتلج نتيجة الكونتينيوس فريكشن هيحصل ما بينهم corrosion. صح جدا. طيب السؤال اللي بعده how far is the statement correct؟ الجملة اللي جاية دي صح ولا غلط؟ the cartilaginous tissue heal very slowly. الالتئام حضرتك بتاع الكارتيلاجينس تيشو بيبقى بطيء جدا. الجملة دي صح. ليه صح؟ لأن الكارتلج أو الكارتيلاجينس تيشو اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ما فيهاش blood vessels، فبيوصل لها كمية قليلة حضرتك من الأكسجين والفود عن طريق البونز اللي تحتها بميكانيزم مشهور قوي يا دكتور اسمه diffusion. حضرتك درسته في تانية سنة. The cartilaginous tissue always work to protect the bone from corrosion. الجملتين حضرتك صح. Both statements are correct. الجملتين اللي عندك يا دكتور الاتنين صح، سواء الجملة الأولى إن أنت بتقول إن الكارتيلاجينس تيشو هي very slowly، أو الجملة التانية إن الكارتيلاجينس تيشو دايما بتشتغل على حماية البون من التآكل. في مشكلة في الكلام ده يا دكتور؟ قال لي لا إن شاء الله مفيش أي مشاكل. نروح بعد كده يا فندم للسؤال اللي بعده عند حضرتك، ألا وهو سؤال نمبر 50. بيقول لي which of the following statements correctly describe structure X؟ structure X اللي انت بتتكلم عليه ده يا فندم عبارة عن cartilage غضاريف او cartilaginous disc موجود ما بين two vertebrae فقرتين عند حضرتك هنا اهو يا دكتور، والcartilaginous disc هو اللي موجود في النص عندك هنا ده. ماشي. ايه بقى صح من الجمل اللي جايه دي؟ صح بيوصف structure X nourished by diffusion from blood vessels. هل يا دكتور بيجيله الاكل النورشمنت اللي هي التغذيه عن طريق diffusion من البلاد فيسلز، ولا located between 27 و 28؟ 27 و 28 الاثنين يا دكتور sacral vertebra. الاثنين عند حضرتك يا فندم sacral vertebra. والساكرال فيرتبرا حضرتك عارف يا دكتور انها ايه؟ انها fused. صح. فما فيش بينهم كارتلج. كارتليجنس جوينت والساينوفيال فلويد ده كارتليجنس جوينت وجواه ساينوفيال فلويد. ما لو جواه ساينوفيال فلويد كان زمان بقى اسمه ساينوفيال جوينت مش كارتليجنس، ودي غلط. فاوند بتوين اول ثوراسيك فيرتبرا. هل حضرتك هتلاقيه ما بين كل الثوراسيك فيرتبرا؟ يا دكتور هلاقيه موجود بين كل الثوراسيك فيرتبرا، لان كل الثوراسيك فيرتبرا ارتيكوليتد. يعني ايه يا دكتور ارتيكوليتد؟ قال لي يعني متحركين. طب ليه الاولى غلط؟ nourished by diffusion from blood vessels، لانه بيحصل له diffusion بس مش من البلاد فيسلز نفسها. امال منين؟ قال لي من البون سيلز. بلاد فيسلز بتوصل الدم للبون سيلز، وبعدين البون سيلز تدي الكلام ده لمين يا دكتور؟
قال لي للكارتلج. كويس كده؟ كويس جدا. فالاجابه الصح عندك يا دكتور اجابه دي. اوكي. السؤال اللي بعده عند حضرتك سؤال نمبر 51 بيقول لحضرتك ايه يا فندم؟ بيقول لي a person suffer from severe pain in the lumbar region. راجل حضرتك عنده ألم شديد جدا في منطقة اللمبر region أو lumbar vertebra which affects the nerves that control the movement of lower limb. وده مأثر حضرتك على الأعصاب اللي بتتحكم فيها يا دكتور في اللور لمب في رجليه. What is the probable case of his condition؟ طبعا دي حالة سليبنج ديسك أو انزلاق غضروفي وش بدون ما تفكر يعني. هنا حضرتك decrease synovial fluid between the centrum of the lumbar vertebra. لا يا دكتور غلط. Absence of posterior articulating process برضو لا. Corrosion of cartilage between the lumbar vertebra. حضرتك حصل تآكل هنا يا فندم في الكارتلج أو في الغضاريف اللي موجودة بين اللمبر فيرتبرا. decreased calcium in the lumbar vertebra. لا المشكلة مش مشكلة كالسيوم، المشكلة حضرتك إن في تآكل هنا في اللمبر فيرتبرا. طيب السؤال اللي بعده عند حضرتك يا فندم سؤال نمبر 52. بيقول ايه يا دكتور الراجل في سؤال 52؟ بيقول لحضرتك study the opposite figure that shows one of the axial skeleton bone. العظمة اللي قدام حضرتك دي يا فندم، العظمة دي اسمها عظمة الاسترنم، اللي هي العظمة الموجودة في نص الصدر عند حضرتك هنا. اوكي. Which of the following statements correct؟ ايه من الجمل اللي جايه دي صح؟ الراجل عامل لي اكس وواي وزد، قسمها لثلاث مناطق. المنطقه اللي فوق دي هي المنطقه اكس، والمنطقه دي حضرتك هي المنطقه واي، والحته الصغيره اللي هي زد اللي هي منطقه الكارتلج اللي تحت. هنا حضرتك part x is devoid of calcium. هل الجزء اكس ده ما فيهوش كالسيوم؟ لا يا فندم ده فيه كالسيوم وده فيه كالسيوم، لكن البارت زد ده اللي ما فيهوش كالسيوم. اول واحده دي غلط. The third rib is connected to part X. الضلع الثالث حضرتك متوصل هنا وهي يا فندم في المنطقة بتاعت Y، فدي غلط. The bone is classified as long bone. هل العظمة دي حضرتك بتصنف على إنها long bone؟ لا يا دكتور دي بتصنف على إنها flat bone، لكن هي مش عظمة طويلة ولا حاجة زي عظمة الإيد مثلا أو عظم الرجل. Part Z is devoid of calcium. حضرتك part Z ده يا فندم هو ده اللي ما فيهوش كالسيوم، ودي الإجابة الصح. ليه؟ لأنه عبارة عن زي ما قلنا عبارة عن كارتلج. اوكي. طيب السؤال اللي بعده سؤال نمبر 53 in the opposite figure which of the following characterize structure 1 و 2. 1 هنا يا فندم عند حضرتك رقم 1 دي، ركز معايا كده، ما بين الفقرتين دي ودي الجزء اللي باللون الازرق ده كارتلج. حلو. نمبر 2 هنا حضرتك ده جزء من عظمة الاسترنم. ليه؟ لان دي الضلوع لفه من ورا من عند الفرتبرال كولوم وجايه كده يا دكتور قدام، متوصله هنا بكارتلج وهنا بكارتلج لعظمه الاسترنم اللي في النص. فالراجل بيقول لي which of the following characterize structure 1 و 2 respectively. 1 الاول اللي هي الكارتلج و2 الاسترنم اللي هي بون. ماشي. رقم 1 اللي هي الكارتلج epithelial tissue devoid of calcium. هي مش epithelial tissue حضرتك، هي connective tissue، فدي غلط. التانية فلات فنترال بون. ماشي انا معاك انها فلات فنترال بون بس الاولى غلط. التانية فايبرس كونكتيف تيشو with degree of elasticity. الكارتلج ده فايبرس كونكتيف تيشو with degree elasticity غلط. كونكتيف تيشو devoid of blood vessels صح. الكارتلج هي كونكتيف تيشو فعلا ما فيهاش blood vessels، واللي قدام دي فلات فنترال بون صح. يبقى الاجابة الصح هي اجابة سي. اوكي. طيب سؤال نمبر 54 عند حضرتك يا دكتور بيقول لك ايه يا فندم؟ بيقول لك ايه هي الكونسيكونس او التبعيات بتاعت ترانسفورمينج النيزل سيبتم فروم ستيت اكس تو ستيت واي. هي فين يا دكتور ستيت اكس؟ قال لي دي ستيت اكس اتحولت يا دكتور لستيت واي او الحاله واي. بدل ما النيزل سيبتم او عظمه الانف كانت واخده ستريت لاين هنا كده يا دكتور بين الفتحتين، حصل لها كيرفيتشر او بقت كيرفد بشكل ما، حصل كيرف كده الحته دي دخلت لجوه. طيب ماشي. ايه التبعيات بقى بتاع الكلام ده؟ نيزل بون فراكتشر، هيحصل كسر في عظمه الانف. لا. هاي ليفل اوف اوكسجين ريتش ذا لانج، في كميه اكسجين اكبر هتوصل. لا لان حضرتك ضيقت الفتحه اللي كانت موجوده هنا، اتضيقت يا دكتور. بريسنج ديفيكالتي، يا دكتور يحصل عند حضرتك بريسنج ديفيكالتي او صعوبه في التنفس، لكن مش كومبليت اوبستراكشن اوف اير باسج، هو ما اتقفلش بالكامل، هي ضيقت بس. اوكي. فهنا حضرتك الاجابه الصح اجابه سي. ماشي. نروح بعد كده يا دكتور للسؤال اللي بعده سؤال نمبر 55. بيقول لي ايه يا فندم الراجل في سؤال نمبر 55؟ The opposite figure represent a cross section of bronchus اللي هي الشعب الهوائية. Study the following functions in answer. ماشي. تعال نبص هنا، الراجل جايب لي structure X اللي هو مشاور عليه ده has living cells and without blood supply. living cells without blood supply يبقى حضرتك هنا يا دكتور بتتكلم عن cartilage.
وانا عارف ان من ضمن مميزات الكارتلج حضرتك انها موجودة في البرونكيولز او في الشعب الهوائية اللي هي مجرى الهواء اللي بيدخل فيها الهواء للتو لانجز جوه اللنج. Ensure continued entry of air into the alveoli، بيضمن حضرتك دايما دخول الهواء للالفيولاي. Prevent bone friction، بيمنع احتكاك العظم. Deliver food to the alveolar cells، بيوصل الاكل alveolar cells. Which of these function does the structure X help in؟ بيساعد في ايه؟ هل حضرتك هو بيضمن دايما دخول الهواء؟ يا دكتور عشان كده الكارتلج دي موجوده عشان مجرى الهواء ما يتقفلش، صح، فدي واحده. بيمنع البون فريكشن، اصلا اللنج ما فيهاش بون حضرتك. بيوصل الاكل للالفيولاي سيلز، لا، لان هو نفسه اصلا مش واصل له الاكل، لان انا عارف ان الكارتلج ما بيوصلهاش بلاد فيسلز، هو بيسحب حضرتك اللي هو محتاجه باي ديفيوجن من البونز او من السيلز اللي حواليه، صح كده؟ اقول له الاجابه الصح 1 اونلي. اوكي يا دكتور. السؤال اللي بعده سؤال نمبر 56، بيقول لحضرتك ايه يا فندم؟ سؤال نمبر 56، which of the following figure represent large joints that bear the highest pressure؟ فين هنا يا دكتور اكتر جوينت فيهم بيتحمل ضغط عالي؟ عندي هنا يا دكتور اللي قدامك اللي هو ايه ده الالبو جوينت، بي حضرتك ده الهيب جوينت، سي حضرتك ده الني جوينت، ودي يا دكتور الشولدر جوينت. مين اكتر واحد فيهم يا فندم يستحمل الضغط العالي؟ هقول له يا دكتور بي. اشمعنى بي؟ لان بي هو الوايد ساينوفيال جوينت اللي فيهم. ده يا دكتور الجوينت الوايد طبعا يستحمل الضغط العالي يعني ساينوفيال، فانت عندك الساينوفيال كلهم ساينوفيال بس اكتر واحد عليه حمل هو الهيب جوينت اللي ندل عليه وزن الجسم بالكامل. طيب سؤال نمبر 57 يا دكتور بيقول لي which pair represent two joint of the same type؟ فين هنا يا فندم البير اللي بيوضح تو جوينت من السيم تايب؟ انا عايز اتنين جوينت من نفس النوع moving in opposite direction. بص بقى الراجل هنا بيقول لي هم نفس النوع بس بيتحركوا في opposite directions عكس بعض. شولدر والهيب جوينت الاتنين حاجة بيتحركوا في نفس الدايركشن قدام وورا ويمين وشمال، فدي مش عايزها. هم نفس النوع الاتنين وايد ساينوفيال بس بيتحركوا في نفس الدايركشن وانت عايزهم opposite direction. الشولدر والالبو نفس النوع، لو هنقول ان هما الاثنين ساينوفيال بس ده بيتحرك قدام ورا ويمين وشمال، ده حضرتك فوق وتحت بس. الالبو والني جوينت بس دول حضرتك ما ينفعش اقول عليهم نفس النوع لان واحد فيهم وايد والتاني ليميتد، فهم مش نفس النوع. انا عارف ان الاثنين ساينوفيال بس واحد وايد والتاني ليميتد. الالبو والني عند حضرتك هنا يا دكتور الاثنين ليميتد، حلو، فالاثنين نفس النوع، تمام. القلب بيتحرك فوق وتحت، الكوع عند حضرتك ايدك وهي مفروده كده مفصل الكوع بيحرك الريديوس والالنا فوق وتحت. الني حضرتك بتحرك قدام وورا، فدول حضرتك اوبوزيت دايركشن ونفس النوع لان الاثنين ليميتد. لكن الني والهب واحد ليميتد والتاني وايد، فالاثنين مش نفس النوع. الاجابه الصح اجابه سي. سؤال نمبر 58 بيقول لي study the opposite figures that represent one of the body joint. اللي قدامك ده حضرتك واحد من مفاصل الجسم. فين ده يا دكتور؟ ماشي ده الالبو joint. Then determine what's the expected result if structure 1 is absent. structure 1 ده حضرتك قلنا عليه من شوية ان ده الكارتلج، ولو الكارتلج ده موجود هيحصل ايه يا فندم؟ هيحصل قطع عند حضرتك في الليجامنت، لأ، اللي هو نمبر 4، فدي لأ. tearing of structure نمبر 5. نمبر 5 ده يا دكتور تندون، هيحصل قطع في التندون برضو لأ. corrosion of structure نمبر 3. نمبر 3 دي يا فندم اللي هي البونز، لو الكارتلج مش موجودة هيحصل تآكل فين يا فندم؟ في البونز، فالإجابة الصح إجابة سي. حلينا السؤال ده من شوية. سؤال نمبر 59 بيقول لي which of the following diagrams express the movement of the hip joint. مين هنا حضرتك من دول بيعبر عن حركة الهيب جوينت؟ الهيب جوينت بيتحرك قدام وورا ويمين وشمال، يبقى بي. ايه دي حضرتك تعبر عن مين؟ قال لي دي ممكن تعبر عن الني جوينت. سي دي حضرتك تعبر عن مين؟ عن الفيرست والسكند سيرفايكل او الروتيشنال موفمنت اللي ممكن تعملها الريديوس. هنا حضرتك ده اللي بيعمل له روتيشنال ويمين وشمال وفوق وتحت، لا ده يا فندم بعيد خالص عن الهيب جوينت. الاجابه الصح هي اجابه بي. جميل جدا. نطلع بعد كده حضرتك لسؤال نمبر 60. سؤال نمبر 60 عندك يا دكتور بيقول لي the opposite graph represent range of movement of 3 different type of joint. هنا حضرتك ده مدى الحركة لثلاث انواع من الجوينت A و B و C. A ده عالي قوي، فده حضرتك ممكن اقول عليه wide synovial joint.
بي ده حضرتك قليل قوي، ده اللي ممكن اقول عليه very limited، و very limited ده حضرتك زي مين؟ زي الكارتلاجينس جوينت. سي ده ولا هو قليل قوي زي بي ولا عالي قوي زي ايه، فده حضرتك ممكن نقول عليه limited synovial joint. صح كده؟ صح. What's similarity between joint A and B؟ ايه اللي بين A و B؟ A ده حضرتك wide synovial و B ده حضرتك cartilaginous. التشابه اللي بينهم ان هما الاتنين فيهم cartilage، presence of cartilage. لكن وجود البلاد فيسلز لا حضرتك، وجود الساينوفيال فلويد موجود في A بس. absence of ligament ما ينفعش يبقى فيه absence of ligament حضرتك، فالإجابة الصح إجابة C، لأن الليجمنت هي اللي بتديترماين الموفمنت دايركشن. سؤال نمبر 61 بيقول لي يا دكتور the opposite table show number of cartilaginous layers in 3 different types of joint. الصورة اللي قدامك أو الجدول اللي قدامك ده بيوضح حضرتك عدد الكارتلاجينوس لاير في 3 أنواع مختلفة من الجوينت. تعال نبص عليها. قال لي رقم 1 عندك جوينت اكس، رقم 2 جوينت واي، رقم 3 جوينت زد. اكس عنده كام كارتلاجينوس لاير؟ واحدة بس، هنا واحدة، هنا مفيش خالص، هنا حضرتك 2. which of the following can represent joint X و Y و Z respectively؟ X اللي عنده واحدة و Y ما عندوش كارتلج أصلا، و Z حضرتك عنده 2. هل ينفع X تبقى الجوينت اوف سيريبرال بارت؟ السيريبرال بارت دي المفروض إنها تبقى 0 وأول واحد ده 1، يبقى ما تنفعش. طيب B joint of cerebral part of skull وبعدين القلبو وبعدين اللي بين السنترم بتاعت الفرتبرا؟ لا. لو أنا هقسمهم حضرتك أنا هقول لك إن ده اللي هو Y ده فايبرس فما عندوش كارتلج اصلا. 1 هنا حضرتك اللي عنده طبقة واحدة بس ده الكارتليجنس زي اللي بتوين الفرتبرا. 2 حضرتك ده يا دكتور ممكن يبقى ساينوفيال جوينت. طيب جوينت بتوين سنترم اللي هو اكس اول واحد اوف فيرتبرا، ده ينفع يبقى رقم 1. جوينتس اوف لور جو، اللور جو تنفع تبقى 2 لانها فايبرس جوينت، والني جوينت اللي هو الساينوفيال ده 3، يبقى الاجابة الصح عندك اجابة سي. نروح بعد كده يا دكتور للسؤال اللي بعده نمبر 62. 62 بيقول لي the opposite figure illustrates structure of thoracic cage. اللي قدام حضرتك ده يا دكتور الاستراكشر بتاع مين يا فندم؟ الثوراسيك كيج. deduce importance of having structure X. هو مين X ده يا دكتور؟ قال لي X ده حضرتك الكارتلج اللي موجودة ما بين الريبس وبين الاسترنم، الضلوع اللي جاية لفة من ورا دي حضرتك، والعظمة اللي في النص اللي اسمها الاسترنم. located at the end of rib, preventing rib corrosion, formation of fibrous joint, helping a rib movement, formation synovial joint. هقول له حاجة هي بتكون cartilaginous joint، والcartilaginous joint ده يا فندم بيساعد، أيوه بيساعد في إيه يا فندم؟ في حركة الريبس في عملية الريسبيريشن. ماشي. والجزء ده بالمناسبة اتلغى من المنهج الجديد بتاع حضرتك اللي هي حتة إن الريبس بتساعد في الانهاليشن والاكزهاليشن إنها توسع الثوراسيك كيج وتقلله. الجزء ده الوزارة شالته. ماشي. سؤال نمبر 63 هو مفرقش حاجة لما اتشال يعني. Study the figure in front of you and answer. The joint in which the end X participate differ from the joint in which end Z participate. طيب الراجل هنا جايب لي X و Y و Z و L. ادي X حضرتك رقم 1 و Y يا فندم رقم 2، Z حضرتك رقم 3 و L يا دكتور رقم 4. مين العظمتين دول؟ قال لي دول حضرتك عظمتين، واحدة ألنا والتانية ريديوس، اللي فيها الكافيتي اللي انت شايفه ده حضرتك سوري ألنا وتيبيا. اللي هنا يا فندم دي الألنا واللي هنا دي يا دكتور التيبيا. كويس كده؟ قال لي كويس. فالراجل بيقول لي اكس اللي عند التيبيا دي يا فندم بتكون ايه؟ بتكون الني جوينت. زد اللي عند الألنا دي يا دكتور بتكون ايه؟ بتكون الالبو جوينت. صح كده؟ قال لي صح يا دكتور. الجوينتس بقى اللي فيها اكس بتختلف عن الجوينت اللي فيها زد، في نهاية اكس ونهاية زد. في ايه يا دكتور؟ رينج اوف موفمنت، دايركشن اوف موفمنت، بريسنس اوف ليجمنت، تايب اوف جوينت. تايب اوف جوينت الاتنين حضرتك ليميتد ساينوفيال جوينت، فده مش فرق. الرينج اوف موفمنت الاتنين زي ما بقول لحضرتك ليميتد، فده كمان مش فرق. بريسنس اوف ليجمنت هما الاتنين فيهم ليجمنت، لكن دايركشن اوف موفمنت في فرق. ليه؟ لان القلب حضرتك بيتحرك طالع نازل، القلب هنا يا فندم طالع نازل، الني حضرتك قدام وورا، ففي فرق في اتجاه الحركة بينهم هما الاتنين. جميل جدا. نروح بعد كده يا دكتور للسؤال اللي بعده، سؤال نمبر 64. بيقول لي ايه الراجل في سؤال نمبر 64 هنا يا دكتور؟
The opposite diagram illustrates the connection between the two structure X و Y. هنا بيقول لي structure X متصل ب structure Y عن طريق الجزء اللي هنا ده اللي احنا بنسميه Z أو الراجل مسميه هنا في السؤال Z. Which are composed of different tissue by structure Z. If calcium deposited in Y and is necessary only for the function of structure X. الراجل بيقول لو الكالسيوم موجود، بص بقى حصل له ديبوزيشن فين؟ في واي. يبقى الكالسيوم حصل له ديبوزيشن في واي، يعني واي دي بون. حلو. ونفس الكالسيوم اللي انا بتكلم عليه ده يا دكتور هو نفس الكالسيوم ده ماله يا عم؟ قال لي نيسيسري ضروري للفانكشن بتاعت ستراكشر اكس. هو مش حاصل له ديبوزيشن في اكس، بس هو مهم للفانكشن بتاع اكس. اكس دي المصل يا دكتور. عرفت منين؟ اصل الكالسيوم ده مهم جدا عشان المصل تعمل كونتراكشن. وظيفه المصل انها تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن. عشان المصل تعمل كونتراكشن محتاجه كالسيوم ايون، صح كده؟ فهو الراجل بيقول لي الكالسيوم مترسب في الواي، يبقى واي بون، ومهم عشان اكس تعمل الفانكشن بتاعتها، يبقى اكس دي المصل والكالسيوم مهم عشان تعمل كونتراكشن. حلو. then what is the structure Z؟ زد بقى اللي بين المصل وبين البون، يبقى ايه يا دكتور؟ يبقى تندون. الله ينور عليك، صح كده. طيب سؤال نمبر 65 بيقول لي study the opposite figures that represent one of the body joint. الشكل اللي قدام حضرتك ده بيوضح واحد من البادي جوينت او مفاصل الجسم يا دكتور. Then determine what is the expected result when structure 6 contracts suddenly. structure 6 دي مصل. حلو. عضلة حصل لها كونتراكشن مفاجئ. لما يحصل لها كونتراكشن مفاجئ التندون اللي ماسك فيها هنا ده حضرتك وارد يا دكتور ان يحصل له تيرنج. لان احنا قلنا من اسباب التيرنج اوف تندون هو السادن ماسل كونتراكشن. عضله عامل كونتراكشن فجاه فممكن تشد التندون ده تتسبب فيه تيرنج. فاقول له حضرتك الاجابه بتاعتك تيرنج اوف ستراكشر نمبر 5. اوكي، اللي هو التندون يعني. سؤال نمبر 66 عند حضرتك بيقول لي study the opposite figures and conclude what is the expected result on this fracture. والله يا دكتور انا شايف ان البيبي ده او الشخص ده عنده كسر فين يا فندم؟ عنده كسر في التيبيا. ماشي. ايه بقى النتيجه للكسر اللي موجود ده؟ stopping the nerve impulse transmission، ملوش علاقه بالنيرف امبلس خالص حضرتك. tearing the muscle tendon، المسل تندون هيتقطع. tearing الجوينت ligament، inability to move shank، الشخص ده مش هيقدر يحرك قصبة رجله. كل اللي فوق ده ملوش علاقه بالموضوع اصلا. The figure in front of you show one of the body joint، اللي قدامك ده واحد من مفاصل الجسم حضرتك. مفصل ايه ده يا دكتور؟ قال لي ده يا فندم مفصل الانكل. اوكي. In which of the following tissue are calcium salts deposited؟ فأنهي تيشو من اللي قدامك دي حضرتك الكالسيوم حصل له ديبوزيشن؟ تعال نعدي عليهم واحدة واحدة. رقم 1 نمبر 1 عند حضرتك اللي انت بتتكلم عليها دي مصل. اوكي. طيب نمبر 2 انا عارف طبعا الكالسيوم هيحصل له ديبوزيشن عند مين؟ عند البون قبل ما اوصل لها بس. رقم 2 اللي حضرتك بتتكلم عليها يا دكتور دي تندون. ليه؟ لأنها بتربط ما بين مصل وبون، ده الأكيلس تندون. رقم 3 عند حضرتك يا فندم بيربط ما بين بون وبون، يبقى ده ليجامنت. رقم 4 عند حضرتك يا دكتور فين يا فندم؟ رقم 4 قال لي رقم 4 دي بون. الكالسيوم مترسب فين؟ اقول له طبعا يا فندم الكالسيوم مترسب عند البونز اللي هي 4 اونلي. الدنيا لذيذة ولطيفة. نروح يا دكتور للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايرلس دانلوس سندروم. دي حضرتك متلازمه اسمها ايرلس دانلوس سندروم. مالها دي يا دكتور؟ characterized by joint hypermobility. دي حضرتك بتخلي الجوينت الموبيليتي او الحركه بتاعته اعلى من الطبيعي. as shown in the opposite figure، زي الشكل اللي انت شايفه ده. دي حضرتك اللور ارم ودي الهاند، وانت شايف الشخص قادر يعمل اللور ارم او يحرك الهاند بالشكل ده، والصباع الكبير عنده يا دكتور قادر يبعده بالشكل ده. ماشي. دي متلازمه مرض معين. This is due to increase in elasticity of A. دكتور هو انا حضرتك صباعي اخره كده، الراجل في الصوره منزل صباعه لتحت كده، نتيجه لايه؟ نتيجه ان عنده elasticity عاليه في الليجامنت. انا اللي مخلي صباعي واقف لغايه هنا مش عارف انزله اكتر من كده ان في ليجامنت ماسكه من هنا، فمش قادر ان انا اتنيه اكتر من كده. اللي مخلي ايدي حضرتك واقفه لغايه كده مش عارف انزلها اكتر من كده ان في ليجامنت ماسكها من هنا. فالراجل ده عنده elasticity عاليه فين يا فندم؟ في الليجامنت، وهو ده اللي مسبب له متلازمه ايرلس دانلوس. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك 69 the figure in front of you illustrate one of the body joint. ماشي. what is the structure responsible for determining the direction of movement؟ نفس الصورة بالظبط. احنا قلنا حضرتك رقم 1 muscle، رقم 2 tendon،
رقم 3 ليجامنت. رقم 4 بون. مين بقى حضرتك اللي بيتحكم؟ determine the direction of movement. determine direction of movement يبقى انت اكيد بتتكلم على ليجامنت. مين في دول ليجامنت يا دكتور؟ قال لي نمبر 3. اللي بعده حضرتك بيقول لي the opposite figure represent cut in نقط. الشكل اللي قدامك ده بيوضح قطع فين. بص يا دكتور، خلينا ندخل نعمل زوم كده، لان دي لازم نزوم عليها ونشوف الموضوع بشكل دقيق. اللي جوه هنا يا فندم عند حضرتك دول، ركز معايا. اللي جوه هنا عندك هنا بالشكل ده هو اوكي ماشي. هنا يا فندم اللي عند حضرتك جوه دول الاتنين كروشيت ليجامنت، اللي هما الاتنين بتوع الرباط الصليبي اللي موجودين قدامك. لان اصلا الصورة دي حضرتك دي صورة مين يا دكتور؟ قال لي دي صورة الني جوينت اللي هو مفصل الركبة، صح كده؟ قال لي صح. اللي هنا ده حضرتك الانتيريور، ده الانتيريور كروشيت ليجامنت، واللي ورا ده يا دكتور البوستيريور كروشيت ليجامنت. القطع حاصل هنا فين يا فندم؟ في اللي قدام ولا في اللي ورا؟ اقول له حضرتك القطع حصل في اللي قدام. حلو، يبقى انت عندك مشكلة في الانتيريور كروشيت ليجامنت. القطع عندك هنا يا فندم في الانتيريور كروشيت ليجامنت. لطيف جدا. يبقى انا كده فهمت يا دكتور مشكلتي فين. تعالى ارجع تاني بقى للسؤال بتاعنا. رجعني تاني بقى هنا يا دكتور للسؤال بتاعنا بعد اذنك. لما ارجع يا فندم للسؤال بتاعي هنا الاقي الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لحضرتك the opposite figure represent cut in نقط. نقط دي احنا حددنا انه مين؟ الانتيريور كروشيت ليجامنت. طيب الانتيريور كروشيت ليجامنت انت هنا باصص على الركبه دي، الصوره اللي قدامك هنا دي الركبه من قدام ولا من ورا؟ دكتور انا مش شايف الباتيلا. شاطر، يبقى انت باصص منين؟ من ورا، من البوستيريور فيو. طب يا دكتور ما هو حضرتك لو باصص من البوستيريور فيو يبقى اللي في وشك ده مش الانتيريور، صح؟ اللي في وش حضرتك ده اللي فيه القطع هنا ده يا فندم ده البوستيريور كروشيت ليجامنت، لان انت اصلا باصص منين يا فندم؟ من ورا. فاللي قدامك في وشك ده على طول البوستيريور، واللي بعده ده حضرتك الانتيريور. يعني هنا يا فندم لو كتبناها باللون الاخضر كده ده يا فندم الانتيريور، واللي فيه القطع عند حضرتك هنا ده البوستيريور، صح كده؟ لان انت اوريدي باصص من ورا. طب انا باصص من ورا تبقى دي الرجل الايه يا فندم؟ الشمال. يبقى اقول له حضرتك البوستيريور كروشيت ليجامنت اوف ذا ليفت ني، اللي هي اجابه دي. سؤال سهل جدا لو قدرت تحدد انت باصص من قدام ولا من ورا. السؤال اللي بعده يا فندم نمبر 71. بيقول لي الراجل هنا the opposite figure represent condition result from ankle sprain. ankle sprain ان الرجل عند حضرتك ايه يا فندم؟ اتلوت بالمنظر ده كده. الراجل بيقول لك رجله نزلت بالشكل ده حضرتك، رجله التانية تحته. لما رجله التانية تحته عند حضرتك هنا يا دكتور الليجامنتس اللي موجوده في المنطقه دي اتشدد بشكل كبير. تخيل دي رجل واتنت بالشكل ده، فالليجامنت اللي هنا اتنت يا دكتور واتشدد بشكل كبير. which tissue are subjected to rupture. فين حضرتك التيشو اللي كانت معرضة يا دكتور للرابتشر او انها تتقطع؟ and what is the best method for treatment. وعالجه ازاي؟ قالوا اللي كان معرض انه يتقطع هنا حضرتك هو مين يا فندم؟ انا شايف ان اللي كان هيتقطع هنا هي الليجامنتس بتاعت الانكل اللي ماسكه ال7 تارسلز مع بعض. دول حضرتك اللي كانوا معرضين يتقطعوا، اللي هم في المنطقه دي. الليجامنتس اللي عند حضرتك في المنطقه دي لما الرجل اتنت اتشدت جامد، فدي معرضه انها تتقطع. طيب اعالجه ازاي حضرتك؟ قال لي حضرتك عالجه بميديكال سبلنت او جبيره، مش محتاج سيرجيكال انترفنشن لان ما حصلش قطع. الصوره مش موضحه ان حصل قطع، بس اقول له الانكل ليجامنت وعالجها بجبيره عشان ياخد وقتها في الهيلينج يا دكتور. ماشي. study the opposite figures and answer. الشكل اللي قدام حضرتك هنا ده يا دكتور فين يا دكتور؟ الشكل بيقول ايه الشكل اللي قدامك؟ الراجل بيقول لي نمبر 1 حضرتك انت عندك هنا نمبر 1 دي حضرتك عظمة الاسكابيولا. ماشي يا فندم، دي عظمة الاسكابيولا، اوكي. ونمبر 2 دي مصل، اوكي يا دكتور مفيش مشكلة. والراجل بيقول لي في ديفكت او في مشكلة عند حضرتك هنا، ما بين مين ومين المشكلة دي؟ قال لي المشكلة دي بين الاسكابيولا اللي عندك هنا دي حضرتك وبين العظمة اللي هنا اللي هي عظمة الهيومرس او عظمة ايدك، اوكي. What is the cause of the defect shown in the figure. تفتكر ايه المشكلة؟ sudden contraction in muscle 1. هنا حضرتك كان في لا ده الديفكت هنا. بص كده يا دكتور ركز معايا، خلينا ننضف الشكل ده بس. لما تيجي حضرتك تبص على الديفكت هنا يا فندم هتلاقي ان انت عندك نمبر 1 دي muscle، رقم 1 دي muscle، دي عضلة، اوكي.
وهنا حضرتك دي بون، والمفروض يا فندم ان بين المصل والبون هنا في ايه؟ في تندون. التندون ده حضرتك هو اللي فيه الديفكت ده يا دكتور، اللي فيه المشكله. فبيقول لي ايه السبب اللي قدامك ده؟ sudden contraction in muscle number 1 ولا sudden contraction in muscle number 2 ولا lack of elasticity in muscle number 3 ولا excess pressure on the joint؟ اقول والله انا شايف ان هنا المصل دي عملت كونتراكشن بشكل مفاجئ فشدت التندون فحصل قطع، فده sudden contraction في نمبر 1 لان الديفكت حاصل في التندون عند حضرتك يا دكتور. اوكي، نروح بعد كده يا فندم للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده رقم 73. بيقول لي ايه؟ بيقول لي study the following figures and conclude. تعالى ندرس الاشكال اللي قدامك دي وبعدين نستنتج. رقم 1 بون مكسوره فيها فراكتشر هنا اهو. رقم 2 حضرتك تندون، الراجل بيتكلم على الاكيلس تندون اللي موجود ورا هنا. رقم 3 قال لي يا دكتور ده كارتلج، دي غضاريف. رقم 4 ده قطع او جرح عند حضرتك في السكن، الشكل ده. Which of the following represents the current descending order of ability of this tissue to heal؟ أنا عايز أرتبهم حضرتك القدرة على الهيلينج من الكبير للصغير. من الكبير لإيه يا فندم؟ للصغير. قال لي من الكبير للصغير. طيب رقم 1 عند حضرتك يا دكتور هو السكن، فالبداية عندك يا فندم عند نمبر 4. طيب بعد نمبر 4 يا دكتور؟ قال لي بعد نمبر 4 يجي عند حضرتك هنا يا فندم نمبر 2 اللي هو التندون. بعد التندون حضرتك يجي عندك يا فندم نمبر 3 اللي هي البونز. بعد كده يجي نمبر 4 رقم الكارتلج. فاقول له حضرتك الاجابه الصح عندي اجابه سي. اوكي تمام يا دكتور، ما عنديش مشكله. نروح بعد كده يا دكتور لسؤال نمبر 74 عند حضرتك. بيقول ايه يا فندم سؤال نمبر 74؟ بيقول study the opposite figures and answer which of the following is made up of living cells. مين في دول حضرتك بيتكون من living cells؟ هما مين دول اصلا؟ تعال نعدي عليهم واحده واحده كده. 4 عند حضرتك دي البون، تمام. 1 عند حضرتك هنا يا دكتور رابط ما بين البون اللي فوق والبون اللي تحت، يبقى 1 ده يا دكتور ليجامنت، تمام. نمبر 3 عند حضرتك هنا يا فندم ده الكارتلج، ماشي. نمبر 2 عند حضرتك هنا يا فندم ده الساينوفيال فلويد. حلو قوي. الراجل بقى بيسألني مين في دول بيتكون من living cells and doesn't have blood vessels. اللي ما عندوش blood vessels يا دكتور انا عارفه وحافظه كويس، الا وهو الكارتلج. الكارتلج اللي هي نمبر 3. Which of the following parts increase in length when subjected to the external pressure؟ مين اللينس بتاعه حضرتك بيزيد لما يتعرض لضغط خارجي؟ انا عارف الخاصية دي موجودة عند الليجامنت، اللي هو مين يا فندم الليجامنت؟ قال لي نمبر 1. حلو جدا ولذيذ جدا. سؤال نمبر 75 عند حضرتك بيقول ايه يا دكتور؟ if structure x and y consist of the same type of tissue. ادي يا فندم عند حضرتك هنا x وادي y، الاتنين يا دكتور الراجل بيقول لي عليهم من نفس نوع التيشو في السكيليتال سيستم. what is the effect of the absence of structure L؟ خلي بالك الراجل بيقول لك x و y نفس نوع التيشو، ما بينهم L. ما بينهم ايه يا فندم؟ L، وبيربطهم ببعض هما الاتنين Z. طيب هنا حضرتك ممكن اقول انه X دي بون و Y دي بون واللي بينهم L ده حضرتك يبقى كارتلج، صح كده؟ وزد اللي موصلهم ببعض ده يا فندم يبقى ليجامنت. ممكن؟ قال لي ممكن. طب لو الكارتلج دي مش موجوده يا دكتور؟ لو الكارتلج دي مش موجوده movement of Y stop ولا decrease البلاد سبلاي to Z ولا increase elasticity of structure X ولا fatigue of structure Z يا دكتور؟ لو انا عندي الراجل بيقول لي structure L ده مش موجود. لو structure L مش موجود هيحصل هنا friction ما بين البونز وبعضها، ويحصل ايه يا دكتور؟ قال لي يحصل عند حضرتك corrosion او تآكل يا فندم في العظم. يحصل تآكل في العظم، الموفمنت بتاعت واي اللي هنا دي يا دكتور تقف وتنتهي. فاقول له حضرتك الاجابه الاولى اجابه A. اوكي تمام يا دكتور. السؤال اللي بعده سؤال نمبر 76. سؤال 76 عند حضرتك هنا يا فندم بيقول in front of you is one of the joint in the human being. اللي قدامك ده حضرتك واحد من المفاصل، واحد من المفاصل الشهيرة اللي انا عارفها، اللي اسمه ايه يا فندم؟ اسمه الني جوينت. اسمه ايه يا دكاترة؟ الني جوينت او مفصل الركبة. لو ده مفصل الركبة فالعظمة اللي فوق دي حضرتك اسمها عظمة الفيومر، والعظمة اللي تحت دي يا دكتور اسمها عظمة التيبيا، والرفيعة الصغيرة اللي جنبها دي يا فندم اسمها فيبيولا. ماشي.
if the ligament in this joint replaced by tendon. الراجل بيقول لي لو الليجامنت اتبدل بتندون، ده يا دكتور هينفع؟ لا ما ينفعش، بس هو الراجل بيفترض. what function will not be performed well. ايه الفانكشن حضرتك اللي مش هتتعمل صح؟ ability to move the joint, reducing bone friction, one growth in this area, the control of movement direction. طبعا control of movement direction لان دي وظيفة مين؟ دي وظيفة الليجمنت. حضرتك شلت الليجمنت وحطيت تندون، التندون وظيفته ان ينقل الموفمنت، لكن مش هقدر احدد الموفمنت دايركشن بتاعة الجوينت. ماشي. نروح يا دكتور للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عند حضرتك نمبر 77. الراجل بيقول لي فيه in the opposite figure which of the following is correct about x و y. x ده حضرتك بيوصل ما بين بون وبون، يبقى x ده يا دكتور ليجامنت. شاطر. y عند حضرتك هنا يا فندم دي بون اللي هي الريبس، ده ضلع من الضلوع. حلو. both are fibrous connective tissue. الضلوع دي يا دكتور مش fibrous connective tissue، فدي غلط. y bear external pressure more than x. y حضرتك يستحمل ضغط اعلى من x، العظم يستحمل ضغط اعلى من x. x determines the movement of y at joint. هل الاكس دي حضرتك بتحدد الحركه بتاعت y في الجوينت، ولا تيشو y has living cells وتيشو x is non living cells؟ اقول له حضرتك الاجابه الصح اجابه C. ليه؟ لان اكس اللي هي الليجامنت بتحدد الموفمنت دايركشن بتاعت الريبس عند الجوينت اللي موجود في الاسترنم هنا يا دكتور، فالاجابه الصح اجابه C. اوكي. نروح يا فندم للسؤال اللي بعده، سؤال نمبر 78. بيقول لي in the opposite figure، في الشكل اللي قدام حضرتك ده شكل فقرات الظهر، دي فيرتبرا واللي تحت دي فيرتبرا، وفي النص هنا يا فندم في الكارتلج، بس دي الفيرتبرا وانا باصص عليها من ورا. ماشي. الراجل بيقول لي the part from 1 to 5 share the function of نقط. الأجزاء من رقم 1 لرقم 5 حضرتك. دي حضرتك بتشير الفانكشن بتاعت preventing the movement of articulating vertebra, easing the movement of articulating vertebra, determine the movement of articulating vertebra in certain direction, supplying articulating vertebra. هما مين دول؟ 1 و2 و3 و4 و5 كلهم يا دكتور لو بصيت عليهم هتلاقيهم بيوصلوا ما بين بون وبون، يعني كل اللي الراجل بيتكلم عليهم دول كلهم ligaments. انت بقى بتسألني حضرتك على ايه؟ على الفانكشنز بتاعت الليجامنتس دي. ايه الفانكشن بتاعت الليجامنت؟ اقول لك حضرتك اجابه سي determine the movement direction. كويس كده، بتتحكم في الموفمنت ايه يا دكتور؟ direction. السؤال اللي بعده يا فندم سؤال نمبر 79. بيقول لي the figure in front of you. الشكل اللي قدامك represent part of body limb. الراجل قال لك الجزء اللي هنا ده يا فندم جزء السكيليتال ماسل، والسكيليتال ماسل دي مربوطه تحت هنا يا فندم مع واي، وواي دي واضح ان هي بون، وال وزد دي هي كمان بون. وهنا حضرتك المنطقه اللي انت بتتكلم عليها دي منطقه جوينت او مفصل. هنا ال بيوصل ما بين البون اللي فوق والبون اللي تحت، والبون اللي فوق والبون اللي تحت، يبقى ال ده ايه؟ ليجامنت. شاطر. واكس بيوصل ما بين المصل والبون اللي تحت، يبقى اكس ده ايه؟ تندون. شاطر. طيب الراجل بيقول لي if you know that both y and z skeletal tissue rich in calcium. y و z الاتنين بونز، الاتنين فيهم كالسيوم حضرتك، فهم الاتنين بونز. which of the following choice is correct؟ ايه بقى من الحاجات اللي جايه دي صح؟ x و l supplied by motor nerve. فين الاكس يا دكتور؟ x التندون و l الليجامنت. supplied by motor nerve يعني في عصب بيروح لهم حضرتك يخليهم يديهم اوردر يخليهم يتحركوا. tissue l is much stronger than tissue x. هل الليجامنت اقوى من الاكس حضرتك؟ تيشو اكس determines the direction of movement. هل التندون بيتحكم في الدايركشن اوف موفمنت؟ لا. تيشو اكس is less elastic than تيشو ال. هل الالاستيستي بتاعت التندون اقل من ال؟ لا يا دكتور. طب ال اقوى؟ هل الليجامنتس عند حضرتك اقوى من التندون يا فندم؟ يا فندم اقول له ال اقوى من الاكس، لكن الاولى غلط والثالثه غلط والرابعه غلط. السؤال اللي بعده which of the following choice express the direction of movement of the two part x و y. مين حضرتك اللي بيتحكم في الحركة بتاعة x اللي هي الهيل بون او الجزء الخلفي من القدم، و y حضرتك الجزء الامامي. when an appropriate nerve impulse arrive to the gastrocnemius muscle. لما يوصل nerve impulse للgastrocnemius muscle، الgastrocnemius muscle هتعمل contraction فهتتشد لفوق. لما تتشد لفوق تشد التندون ده لفوق، فالعظمة x حضرتك تتسحب لفوق والجزء واي يتسحب لتحت، فمشط الرجل ينزل لتحت.
الاكس اللي هو كعب الرجل يترفع لفوق والواي ينزل لتحت، فاقول له اكس حضرتك ابورد وواي يا دكتور داون وورد. دي ابورد ودي داون وورد اللي هي اجابه بي. ماشي، نروح بعد كده يا دكتور لاخر سؤالين عندنا. بيقول لي حضرتك في السؤال ده through your study of the opposite figure، من دراستك للشكل اللي قدامك دي، والصورة دي شفناها 4-5 مرات لغاية دلوقتي، لكن السؤال نفسه مختلف. Which structure are made up of connective tissue and don't contain calcium؟ اللي بيتكون حضرتك من connective tissue وما فيهوش كالسيوم، هقول له انت هنا بتتكلم عن الكارتليج، صح كده؟ مين هنا يا فندم كارتليج؟ مفيش كارتليج، فانت عندك connective tissue زي الكارتليج، وعندك connective tissue زي الليجامنت، وعندك حضرتك زي التندون، دول كلهم كونكتيف تيشو. ومعاك برضو المصل، بس المصل فيها كالسيوم، لكن انت بتقول عايز حاجه ما فيهاش كالسيوم، فانا هختار كارتريدج او ليجامنت او تندونز. تندون زي رقم 2، ليجامنت زي رقم 3. 1 و4 دي مصل ودي بون، فانا هقول له 2 و3 اللي هي اجابه دي. اخر سؤال معانا خالص يا دكتور، بيقول لي يا فندم the opposite figure illustrate part of human lower limb. الشكل اللي قدامك ده بيوضح جزء من اللور ليمب، وانا عارف ان اللي قدامي ده حضرتك مين يا فندم؟ ده الني جوينت، مفصل الركبة. منين؟ من العظمة اللي هنا اسمها الباتيلا، وفوق هنا المفروض عظمة الفيومر، عظمة الفخذ، وتحت العظمة دي اسمها تيبيا، والعظمة الرفيعة اللي جنبها اللي هنا دي اسمها فيبيولا. حلو جدا. الراجل بيقول لي which of the following statements correct about the cut indicated by the arrow؟ في قطع يا دكتور، السهم ده موضح قطع فوق هنا. القطع ده ما بين مين ومين؟ ما بين المصل وما بين العظمه اللي هنا اللي اسمها الباتيلا. يعني في قطع هنا يا دكتور ما بين مصل والبون، يبقى انت بتتكلم على قطع في التندون. لما يحصل قطع عند حضرتك في التندون ده، اقدر اعالجه بميديكال سبلنت قطع كامل زي ما انت شايف كده؟ لا، ده محتاج سيرجيكال انترفنشن. It result from exposure of wide movement joint to external pressure. wide movement مين؟ انا هنا اصلا بتكلم عن knee joint، والني joint ده limited movement مش wide، فدي كمان غلط، او الاتنين كده غلط. It's combined by the loss of the ability to straighten the leg. من ضمن التبعيات بتاعته او هيبقى مربوط بعدم القدره على عدم فرد الرجل. يا دكتور دي صح، مش هعرف افرد رجلي لان ده التندون اللي رابط ما بين عضلات الفخذ وركبتي، فركبتي هتفضل متنيه كده. المفروض ان العضله اللي فوق دي تعمل كونتراكشن فتشد التندون، فرجلي تطلع لفوق، قصبه الرجل تطلع لفوق. انا دلوقتي مش هعرف ارفع رجلي ليه؟ لان التندون اللي هنا اللي رابط دي بدي اتقطع، فلما دي تعمل كونتراكشن اللي تحت دي ما تعرفش انها تطلع لفوق. يبقى الاجابه الصح عند حضرتك يا فندم اجابه سي. كده يا دكاتره نكون خلصنا اهم الاسئله عند حضرتك بتاعه الجزء الرابع، وخلصنا يا فندم جزء السبورت بالكامل. الفيديو اللي جاي ان شاء الله يا فندم هنبدا كده، السبورت كله خلص، هنبدا نتكلم عن الموفمنت او نحل اهم اسئله الموفمنت في البلانت. اشوفكم على خير، كان معاكم دكتور علاء فضالي، سلام.